معكم للتعليق على واحدة من مواجهات الدوري الممتاز المصري موسم 2007-2008 في الأسبوع رقم 17. غزل المحلة سابع الدوري العام يستضيف النادي الأهلي متصدر البطولة. التشكيلة أمام حضراتكم وهندخل في أجواء اللقاء بسرعة بعد ما استمتعنا مع الاستوديو التحليلي الكابتن مدحت شلبي وضيوفه الكرام الدكتور طه اسماعيل الكابتن وليد صلاح ومعاهم الكابتن هيثم فاروق. نبدأ بالتشكيلة النهاردة. نادي غزل المحلة اللي هنبدأ بيه كلامنا هو صاحب الملعب ماسينجا الكاميروني في حراسة المرمى. هنقول بسرعة التشكيلة من غير أرقام من غير مراكز في الملعب. مرسي عبد اللطيف، عماد عثمان، علي بسيوني، محمد عبد الشافي، هنداوي، عمرو رمضان، نادر العشري، البسيوني محمود وعبد الحميد شبانة والموزمبيقي دانيال. النادي الاهلي ضيف نادي غزل المحله امير عبد الحميد النهارده في الظهور الاول ليه في الدور الثاني. عماد النحاس، شادي محمد، رامي عادل، احمد عطوه، محمد بركات، حسام عاشور، احمد فتحي، انيس بوجلبان، عماد متعب وفيلافيو. قياده تحكيميه امام حضراتكم على الشاشه حمدي شعبان، خالد صبحي، محمد عبد العليم. جمهور كبير بيحضر لقاء النهارده، احتفاليه كبيره في محافظه الغربيه. نادي المحله الجبهه اليمين البسيوني محمود، يرجع مرة تانية لمحسن هنداوي. نتمنى لقاء عالي المستوى يخرجنا من الاسبوع رقم 16 اللي جاء اقل من المتوقع فنيا بعد غياب كبير عن المسابقة بسبب بطولة الامم الافريقية. في وسط الملعب مرة تانية عمرو رمضان يفتح الملعب، محمد عبد الشافي، تسديدة من بعيد انما اول كرة ياخد بيها الثقة بقى في احداث اللقاء امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي. مش عايزين نتكلم تاني في موضوع عصام الحضري، كلمتين هقولهم بسرعه كده. النادي الاهلي لا يتوقف تاريخه على لاعب، الاهلي هو اللي صنع اللاعبين، هو اللي صنع الحراس والنجوم. اي لاعب هيجي، اي حارس هيرتدي فانيله النادي الاهلي من اول عبد الجليل حتى امير عبد الجليل ده جون النادي الاهلي مع صالح سليم، حتى امير عبد الحميد مع شادي وحسام عاشور وابو تريكه، مرورا بعادل هيكل واكرامي وثابت وشوبير. لم تتوقف البطولات. عصام الحضري نجم كبير ولكن النادي الاهلي اكبر من الجميع. نرجع تاني للقاء. شادي محمد، طبعا كلنا بنحب الاهلي بنحب الزمالك، الكلام ده يقال في اي حق نادي كبير، وايضا عصام لاعب له تاريخ، يعني عايزين ندي كل واحد حقه. الجبهه اليمين محمد بركات، الانطلاقه اول دقيقتين من احداث اللقاء اللي شكله كده هيبقى لقاء مفتوح، لقاء قوي. محمد بركات العرضيه حلوه انما يمسك على طول ماسينجا حارس المرمى الكاميروني. اول موسم ليه كان مع النادي المصري البورسعيدي وانتقل 2007-2008 لنادي غزل المحله. مسلسل الحراس الافارقه في الكره المصريه. اماميه على طول علي بسيوني مع عماد متعب انما في رايه من المساعد الثاني محمد عبد العليم. ضربه حره لنادي غزل المحله. الارقام كتيره، الاحصائيات كتيره، تاريخ كبير لنادي غزل المحله في لقاءاته مع النادي الاهلي، ولكن التفوق احمر اهلاوي سواء هنا على استاد غزل المحله او في القاهره. في مجموع لقاءات الفريقين النادي الاهلي 42 انتصار خلال مشوار الفريقين، 10 انتصارات فقط لغزل المحله. اخر انتصار للمحله على الاهلي تقريبا من اكتر من 13 سنه. نروح للكره ونكمل الارقام. محسن هنداوي انما مش سايبه عماد متعب، وراجع في الثلث الدفاع الاخير يعمل المسانده مع زمايله زي ما سمعنا من الدكتور طه اسماعيل والكابتن وليد والكابتن مدحت. النادي الاهلي الثلاثه اللي في وسط الملعب النهارده يعني يغلب عليهم الطابع الدفاعي. حسام عاشور، احمد فتحي، نشوف عمرو رمضان، البينيه حلوه انما في رايه على عبد الحميد شبانه. تسلل اتعملت حلوه البينيه، اتنقلت بسرعه. والنهارده الفرقه اللي هتنقل الهجمه اللي هتتحرك من غير كوره هي اللي هتقدر توصل للمرمى زي ما شفنا الجمله التكتيكيه المفيده اللي اتعملت من نادي غزل المحله في الكره اللي فاتت. انما كان في تسلل عبد الحميد شبانه اللي بادئ بيه النهارده محمد فايز المدير الفني على حساب احمد حسن سنتر فيرود وهداف الفريق مع محمد عطيه اللي رحل في يناير. الاثنين 10 اهداف من اجمالي اهداف غزل المحله. غايب النهارده احمد حسن انذارين. محمد عطيه انتقل لذئاب الجبل المقاولين العرب. نقلتين ثلاثه تاني. غزل المحله في وسط ملعب النادي الاهلي. لسه النادي الاهلي ما عملش السيطره الميدانيه كعادته سواء في ملعبه او خارج ملعبه. علي بسيوني ينقل عند محسن هنداوي انما ياخد منها ضربه حره. حكم اللقاء النهارده الدولي حمدي شعبان. نتمنى لقاء قوي. قلت لحضراتكم فتره التوقف الكبيره كانت سبب في المستوى الفني اللي شفنا عليه لقاءات الاسبوع الماضي.
حتى الحصيله التهديفيه كانت قليله في كل اللقاءات رغم انتهاء كل اللقاءات بفوز احد الفريقين، ولكن كان المستوى الفني لقاءات اساميها كبيره، الزمالك والاسماعيلي الاهلي والمصري، انما المستوى الفني كان قليل. ضربه حره للنادي الاهلي النهارده، ايضا احد الوجوه الجديده احمد عطوه هيلعب في الجبهه الشمال للنادي الاهلي، كان موجود على دكه البدلاء في لقاء النادي المصري، النهارده بادئ في الجبهه الشمال، مش موجود احمد شديد قناوي ولا جilberto سواء في التشكيله الاساسيه او خارج الخطوط. هنداوي مره ثانيه اماميه يستلم تحت ضغط نادر العشري، انما ياخدها منه بشكل كويس وانطلاقه من الجبهه الشمال لاحمد فتحي، هيكون ليه النهارده دور محوري في وسط ملعب النادي الاهلي سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي، انما هنشوف هيأدي ازاي. البسيوني محمود يرقص ويغير اتجاهاته بشكل حلو قوي، اماميه على طول عند دانيال اللاعب الموزمبيقي، انما توصل سهله لامير عبد الحميد، كان شارك في لقاءات كاس مصر ولكن النادي الاهلي خرج وغزل المحله خرج، الاثنين خرجوا من بطوله كاس مصر اللي اتلعبت دورين ال 32 وال 16 بدون اللاعبين الدوليين، ووقفنا على دور الثمانيه. طبعا بنفكر الساده المشاهدين كده بشكل الدوري وشكل الكاس، كاس الامم خدتنا كلنا والحمد لله منتخبنا ادى اللي عليه وزياده وفرحنا بيه. نرجع للدوري تاني والحاله اللي هتسود الشارع الكروي المصري. ضربه حره رامي عادل اماميه على طول، لقاء حتى الان لسه في وسط الملعب، مفيش هجمات خطيره، سريع لكن دون فاعليه. مسنجا يمسك اماميه على طول، عبد الحميد شبانه، انما بضربه راس عماد النحاس جوه ال 18 خطيره حلوه، يا ولد يا امير، يا ولد يا امير. امير على طول رساله هي يا جماعه لجماهير النادي الاهلي، حراسه مرمى النادي الاهلي هتفضل بخير، كل الاحترام والتقدير لعصام الحضري، كل الموهبه لامير عبد الحميد، هنشوف اكتر من حارس تحت الثلاث خشبات للنادي الاهلي. حلوه يا امير، وحلوه كمان من عبد الحميد شبانه. اول هجمه خطيره مع الدقيقه السابعه من احداث اللقاء، تسديده قويه من جوه ال 18. عبد الحميد شبانه كان واحد من لاعبي المنتخب الاولمبي المصري، تتلعب الركنيه على طول، ضربه الراس رامي عادل يطلع وينظف المنطقه، عبد الشافي يصطادها مره ثانيه، عايز يفتح في الجبهه الشمال انما مقطوعه من محمد بركات اللي بادئ النهارده كجناح مدافع، مش بادئ في وسط الملعب. نقلتين ثلاثه تاني، انما امير عبد الحميد تفوق في الكره اللي فاتت، واكيد ان المشهد ده هيسعد كل جماهير النادي الاهلي. امير موجود بره، احمد عادل عبد المنعم موجود معاهم، محمد الشناوي الحارس الناشئ كحارس ثالث. نقلتين ثلاثه حلوين قوي، محمد عبد الشافي بيبص ويلعب العرضيه انما يطلع شادي محمد. نادي المحله هو اللي بيسيطر، هو اللي بيستحوذ، ممكن يعمل العرضيه يلف تاني ويغير اتجاهه، انما على الارض امير عبد الحميد يتحرك ويمسك الكوره بشكل كويس ويبدا هجمه للنادي الاهلي عند احمد فتحي في وسط الملعب، عايز يعدي من عمرو رمضان، مش سايبه، لازم يمرر، لو مشي كتير بالكوره تعمل له مشكله، زمايله بعاد عنه. عماد متعب لسه نازل يسقط عشان يستلم، ياخد منها ضربه حره نادي غزل المحله اللي خسر في اخر لقاء في الاسبوع رقم 16 امام النادي البترولي نادي انبي. الكره مره ثانيه اللي عدى بيها كويس من الجبهه الشمال عمرو رمضان وعمل العرضيه ومسكها امير عبد الحميد بشكل كويس، تترد تاني من دفاع النادي الاهلي. بقول لحضراتكم غزل المحله اخر اسبوع هزيمه 0-2 امام انبي، النادي الاهلي فوز على النادي المصري بهدف لمحمد بركات، النادي الاهلي 42 نقطه، المحله 23 نقطه، سابع الدوري المحله، متصدر البطوله النادي الاهلي 42 نقطه. هنداوي يلعب انما عماد النحاس يرد مره ثانيه، توصل لمحسن هنداوي، الجبهه الخطيره لنادي غزل المحله وهي اكثر الجبهات خبره في الملعب بحكم وجود هنداوي طوال فتره تواجده مع منتخب مصر، ولكن كان في اصابه هي اللي بعدته عن القائمه الرئيسيه في غانا. في وسط الملعب مره ثانيه حسام عاشور، تمريره انيس بوجلبان، الثلاثه في وسط الملعب، حسام عاشور انيس بوجلبان احمد فتحي. القدرات الهجوميه موجوده عند احمد فتحي ان هو يزيد، انما انيس وحسام عاشور الواجبات الدفاعيه التكتيكيه هتبقى اكتر شويه او اكتر نسبيا، هيضطر عماد متعب يسقط لتحت
او فلافيو. الاهلي يعتبر هيلعب بفرود وحيد، لو ان الاثنين اللي موجودين على الورق فراوده صرحه فلافيو وعماد متعب، ولكن طبيعه اللعب في الملعب هتفرض على النادي الاهلي ان هم يهربوا من الرقابه، وهيبقى في دور وعبء بقول لحضراتكم مزدوج على لاعبي الوسط ان هم يزيدوا هجوميا. ضربه حره للنادي الاهلي ومتقدم شادي ورامي عادل. هيتاخر واحد من لاعبي الوسط عشان يعمل التغطيه الدفاعيه لغايه ما يرجع الاثنين المساكين. ضربه حره تتلعب وترجع مره ثانيه للنادي الاهلي. لقاء فيه سرعه انما لسه ما فيش كرات خطيره على المرمى، ما فيش هجوم شرس، ما فيش اختبارات لماسنجا. امير عبد الحميد هو اللي اختبر مره واحده اختبار جد وحقيقي، ومرتين ثلاثه اختبارات خفيفه. الدقيقه العاشره من احداث الشوط الاول، اشياء الساحره المستديره، واحده من لقاءات الاسبوع رقم 17 لمسابقه الدوري الممتاز المصري 2007-2008. غزل المحله بيستضيف النادي الاهلي في استاد المحله، واحده من المواجهات القويه، انما حتى الان اللقاء متوسط فنيا طالما ما فيش هجمات ما فيش اهداف، ما نقدرش نقول على اللقاء جيد. سريع، في كره سريعه انما لسه. محمد فايز المدير الفني لنادي غزل المحله، تعليمات للاعبين، واحد من جيل الثمانينات، والجهاز الفني اللي معاه بالكامل خالد عيد وعصام محسن، لعبوا مع بعض كزملاء ملعب، وبيتولوا القياده الفنيه دلوقتي لزعيم الفلاحين. عبد الحميد شبانه ينقل على طول دانيال اللاعب الموزمبيقي، واحده من انتقالات يناير الشتويه لنادي غزل المحله. اهم الانتقالات هو الفيرود دانيال، وايضا رحل من عندهم مهاجم تقيل من العيار التقيل محمد عطيه، هداف الفريق ب5 اهداف مع احمد حسن. هما الاثنين سجلوا 10 اهداف من اجمالي اهداف غزل المحله 21 هدف، يعني نص اهداف الفريق عن طريق احمد حسن اللي غايب النهارده ومحمد عطيه اللي رحل عن الفريق. مره ثانيه محسن هنداوي، ترقيصه من بعيد ويفتح الملعب البسيوني محمود عند علي بسيوني اللي بيزيد مع زمايله في وسط الملعب، عايز يلعب بوش رجله الخارجي انما مقطوعه مره ثانيه. نادي المحله بيتواجد اكتر في وسط ملعب النادي الاهلي، عمل هجمتين ثلاثه وصل ل 18 النادي الاهلي، ولكن حتى الان لسه مفيش حاجه خطيره. تتلعب عرضيه، عماد النحاس واقف كويس في ال 18 ويطلع بضربه راس يكمل فيها. شايفين مين اللي راجع ورا؟ انيس بوجلبان قدام الخط الخلفي. احمد عطوه يلعب رميه التماس، واحد من منتجات قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيلعب النهارده على حساب الجبهه اليسرى احمد شديد جilberto. اصابات كتير للنادي الاهلي وايقافات، معتز بالله اينو مصاب، اسامه حسني مصاب، احمد بلال مصاب، غياب العديد من النجوم. النادي الاهلي لازم يقدم اي 11 لاعب، الجهاز الفني على طول مانويل جوزيه وحسام البدري. يا ترى بيفكروا في ايه؟ بيفكروا في اللقاء ولا بيفكروا في الاحداث اللي موجوده على الساحه؟ يفكروا في اللقاء افضل بكتير طبعا. نقلتين ثلاثه، نادر العشري يستلم انما ضاغط على طول حسام عاشور مش سايبه. الناحيه الشمال لنادي غزل المحله والناحيه اليمين اثنين عندهم القدرات الهجوميه، سواء محمد عبد الشافي في الجنب الشمال او محسن هنداوي في الجنب اليمين، ولكن الانطلاقه دلوقتي لفلافيو. عماد متعب لسه بيكمل، واقف كويس ويطلع مرسي عبد اللطيف الليبرو اللي هيلم ورا الاثنين المدافعين النهارده عماد عثمان وعلي بسيوني. فلافيو لمح، عماد متعب بيكمل، حمدي شعبان يدي ضربه حره وهيدي انذار. حمدي شعبان انذار في الكره اللي فاتت لمحمد بركات لاعب النادي الاهلي، اول انذار في لقاء اليوم مع الدقيقه 14 من احداث الشوط الاول. اعتبرها لمسه يد متعمده، كان داخل مع حسام عاشور. في وسط الملعب مره ثانيه عمرو رمضان يفتح الملعب في الجنب اليمين محسن هنداوي. نادر العشري يستلم وضغط عليه حسام عاشور، يعدي ويستلم منه دانيال، لعيب قوي انما لسه ما ظهرش القدرات الهجوميه. مقطوعه تاني، دخل لجوه محمد بركات وعمل الشغل الدفاعي والتغطيه العكسيه، يكمل فيها احمد عطوه وياخد ضربه حره. في الكره اللي فاتت دخل معاه جامد ورايح له محسن هنداوي بكل روح رياضيه، جنبه الكابتن علاء ميهوب المدرب المساعد. وانذار، انذار هنا وانذار هنا في دقيقه. محمد بركات من النادي الاهلي وهنداوي من نادي غزل المحله في اول 14-15 دقيقه من احداث الشوط الاول، والتعادل السلبي يسيطر على اجواء اللقاء النهارده. اللقاء اللي بيحمل رقم 80 في تاريخ مواجهات النادي الاهلي وغزل المحله خلال مشوار
الدوري الممتاز، البطولة اللي بتحمل رقم 51، ولكن هي المشاركة رقم 42 لنادي غزل المحلة منذ صعوده موسم 56-57. أصحاب الدوري العام زعيم الفلاحين 72-73. بسرعة كده إحصائياتنا والكرة بعيدة عشان نرجع لأحداث اللقاء اللي المفروض يعلى الأداء فنيا وتكتيكيا مع مرور الوقت، ولكن حتى الآن تعادل. البسيوني محمود تمريرة أمامية حلوة في المساحة الفاضية، الجبهة الشمال لنادي غزل المحلة اللي بيتحرك فيها محمد عبد الشافي، وكان متأخر وراح فيها دلوقتي دانيال اللاعب الموزمبيقي اللي موجود كسنتر فيرود على الورق جنب عبد الحميد شبانة، انما تباطئ فيها بشكل غريب، ياخد منها رمية تماس النادي الاهلي. النهارده اهم اللقاءات جماهيريه، لقاء نادي الزمالك وبلديه المحله، ولقاء الخروج من المأزق لنادي الزمالك في القاهره. غدا ان شاء الله 3 لقاءات هيختتم بيها الاسبوع رقم 17. الدوري ان شاء الله هيستمر، مفيش بقى ايقافات حتى نهايه البطوله مع بطوله كأس مصر اللي هتستكمل. رمي التماس للنادي الاهلي اللي بيحافظ على مقدمه الجدول بفارق 10 نقاط عن اقرب منافسيه نادي بتروجيت. بتروجيت 32 نقطه. دكه البدلاء النهارده هنشوف هيبقى ليها دور ولا ايه، سواء للنادي الاهلي او نادي غزل المحله. نقلتين 3 مره ثانيه عبد الحميد شبانه يرجع بيها الهنداوي، عايز يطلعه في واحده اماميه انما واقف كويس رامي عادل، ويحلق عماد النحاس وياخد منها ضربه مرمى النادي الاهلي. امير عبد الحميد على مهله خالص، والتعليمات دلوقتي من علاء ميهوب، واحد من نجوم النادي الاهلي في الثمانينات ايضا والتسعينيات، واللعيبه الموهوبين اللي كانوا في وسط الملعب. علاء ميهوب كان بيأدي كده زي بلاتيني نجم الكره الفرنسيه. نقلتين 3، الجبهه اليمين اماميه، ضربه الراس على طول في وسط الملعب عماد متعب، انما توصل لمحمد عبد الشافي من غزل المحله. محمد عبد الشافي في الجبهه الشمال للبسيوني محمود صاحب ال4 أهداف هذا الموسم، يعني 14 هدف عن طريق البسيوني محمود وعطيه واحمد حسن الغائبين. محمد عبد الشافي الجبهه الشمال عايز يلعب على حدود ال 18، يقراها كويس محمد بركات وينتقل، اللي دخل دلوقتي في وسط الملعب تكتيكيا، واحمد فتحي هيروح في الجبهه اليمين. زي ما قلت لحضراتكم النهارده النادي الاهلي بيلعب بتشكيله شبه اضطراريه في وسط الملعب. محمد بركات يقدر يأدي في الجبهه اليمين كجناح مدافع ويكمل، او في وسط الملعب كبلاي ميكر. فضل دلوقتي يروح احمد فتحي في الجبهه اليمين اللي المفروض بادئ فيها بركات على الورق، ودخل بركات في وسط الملعب عشان يقدر يشغل الاثنين الفراوده عماد متعب وامادو فلافيو. ضربه حره للنادي الاهلي، عماد متعب 3 أهداف موسم 2007-2008، رقم طبعا قليل على 17 اسبوع لعماد متعب، وايضا فلافيو هدفين 5 أهداف. ابو تريكه هداف الفريق على دكه البدلاء خارج الخطوط 6 أهداف. محمد فايز بيكلم لعيبته، يهمه النهارده انه يقدم عرض طيب امام جماهيره ويحتفظ بمكانه في وسط الجدول، ويبدا يروح كده للمركز الرابع والخامس. حرس الحدود بيسبقه بالاهداف وبيتساوى معاه في رصيد النقاط 23 نقطه. رمي التماس محسن هنداوي، لقاء متوسط فنيا خالي من اللمحات الفنيه والهجمات الشرسه على مرمى امير عبد الحميد حارس النادي الاهلي. كره خطيره في اول اللقاء قدر يتالق فيها امير عبد الحميد ويفرض نفسه على احداث اللقاء في اول 5 دقائق من تسديده من عبد الحميد شبانه جوه منطقه الجزاء. غير كده مفيش اي حاجه، ما ظهرش في الكادر الهجومي النادي الاهلي حتى الان، ولم يختبر ماسينجا حارس مرمى غزل المحله حتى الدقيقه 18 من احداث الشوط الاول. جمهور كبير في استاد غزل المحله، سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير المحله. يرد تاني بضربه راس عمرو رمضان عند دانيال، انما يكمل فيها رامي عادل مدافع النادي الاهلي. لقاء الدور الاول انتهى 3-2 للنادي الاهلي. في الاسبوع رقم 3 عماد النحاس ينظف ويطلع اماميه في وسط الملعب، لعب عشوائي زي ما احنا شايفين كده. لو احنا سكتنا مش هتحسوا باي حاجه، لان الكره رايحه جايه بين الازرق والاحمر. البسيوني محمود عايز يلمسها لمحمد عبد الشافي اللي جاي من ورا، انما يقراها كويس انيس بوجلبان ويعمل التغطيه الدفاعيه بشكل جيد، ويبدا في الجبهه اليمين. على طول مخرجنا محمد نصر الدين واحصائيات رئيس التحرير اشرف الشامي في لقاء اليوم. نسبه السيطره والاستحواذ غزل المحله 52، الاهلي 48، ولكن سيطره بقول دون فاعليه.
امتى تبقى فيها فاعليه؟ لما الفرقه تجيب اجوان، الفرقه تضيع، الفرقه تقرب من المرمى. انما التمريرات العرضيه الكتير في وسط الملعب تديك شكل حلو، انما ما تجيبش اهداف، ما تكسبكش ماتش. في فرق تقول لك اخد الثقه، انقل الكره في وسط الملعب، اعمل شكل كويس، وبعدين بعد كده افكر اجيب اجوان. انما الكره اجوان. الجبهه اليمين للنادي الاهلي، حسام عاشور يستلم، انيس بوكلبان في القلب، ضغط عليه عمرو رمضان. النادي الاهلي لسه بيبحث عن الدور الهجومي في لقاء اليوم. مفيش اللاعب اللي في وسط الملعب تملي نقول هو اللي يقدر يعمل عمليه الضبط والربط سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي. المستوى الدفاعي موجود انيس بوكلبان، حسام عاشور. على المستوى الهجومي لسه محمد بركات ما عملش الشغل اللي يقدر يوصل بيه فلافيو وعماد متعب. مرحله الابتكار التكتيكي هجوميا غايبه عن النادي الاهلي حتى الان. اماميه على مهله امير عبد الحميد، واحد من ابناء النادي الاهلي واحد منتجات قطاع الناشئين اللي جات له فرصه ان هو يزود عن عرين النادي الاهلي ويكمل مسيره الحراس الكبار. نشوف الهجمه ونكمل الحكايه والقصه، انما تترد تاني. حسام عاشور يصطادها في مساحات واسعه، ممكن النادي الاهلي يبدا يلعب عطوه، يلعب العرضيه، انما ماسينجا يتحرك بشكل حلو ويطلع يمسك الكره. هي سهله، انما طلع من تحت المرمى ويمسك كورته، عملها عطوه مدافع النادي الاهلي الناشئ اللي ايضا النهارده بياخد فرصه كبيره في لقاء كبير زي لقاء غزل المحله. يمكن اول فوز لنادي المحله على النادي الاهلي كان سنه 72 73 بعد 16 عام من صعود المحله للدوري الممتاز، وكسب الاهلي رايح جاي عن طريق عبد الدايم مهاجم زعيم الفلاحين، جيل عماشه، عبد الستار علي، وعمر عبد الله، اسماء كبيره في نادي غزل المحله. واخر مره النادي الاهلي بيفوز على المحله رايح جاي موسم 2004 2005، يعني من موسمين، 2-1 بالمحله و2-1 بالقاهره. الاخطاء على المحله 8 على الاهلي 7. محمد بركات نقلتين 3 مره ثانيه لحسام عاشور. رامي عادل بيزيد في وسط الملعب، حسام عاشور مره ثانيه. نادي المحله بيقفل، بيبدا عمليه الدفاع من الخط الامامي عن طريق عبد الحميد شبانه ودانيال يبداوا يقابلوا الخط الخلفي للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي ما يبنيش الهجمه من تحت. طبعا احنا بنقول عناوين كده تكتيكيه، انما الكلام الكبير والكلام التكتيكي والفني الاستوديو التحليلي كابتن مدحت شلبي، دكتور طه اسماعيل، والكابتن وليد صلاح الدين، والكابتن هيثم فاروق، هم اقدر مننا بالكلام، انما احنا بنقول الحاجات البسيطه اللي احنا شايفينها كلنا في الملعب. نقلتين 3 لنادي المحله، انما رمي التماس عايز يسندها بضربه راس عبد الحميد شبانه لمحسن هنداوي اللي جاي من الخلف، ولكن كان متاخر. علاء ميهوب من اول اللقاء في المنطقه الفنيه هو اللي بيدي توجيهات ويحرك لعيبه النادي الاهلي جوه الملعب. انيس بوكلبان المساحه الفاضيه، ممكن فلافيو ينطلق ويبص في الناحيه العكسيه، فعلا بص في الناحيه العكسيه وعمل العرضيه، انما عملها على المغمض، كان بعيد عماد متعب يطلع ماسينجا حارس المرمى. محاولات للنادي الاهلي ولكن محاولات وديعه، محاولات هادئه بعيده عن الشراسه الهجوميه. النادي الاهلي اللي سجل 27 هدف حتى الان خلال 16 اسبوع من عمر المسابقه، ونادي غزل المحله اللي سجل 21 هدف. القدرات الهجوميه موجوده، ولكن حتى الان لسه مفيش اللعيب اللي يترجم هنا او هنا بعد مرور تقريبا نص الشوط الاول من احداث اللقاء. ورايه خالد صبحي المساعد، تسلل على عبد الحميد شبانه 3-4 ياردات تمام من خالد صبحي. قياده التحكيميه النهارده الدولي حمدي شعبان. لقاء سهل ماشي معاه حتى الان. عماد عثمان يكمل فيها نادر العشري، اماميه من غزل المحله. دانيال بضربه راس، هنشوف هيقدم ايه جديد لنايم من لقاء النادي المصري. موجود النهارده على دكه البدلاء احمد فتحي، موجود في التشكيله الاساسيه، طبعا احد نجوم منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، وواحد من تشكيله منتخب افريقيا على دكه البدلاء احمد فتحي. يعني 7 في التشكيله الاساسيه، 5 في التشكيله الاساسيه و2 في البدلاء. احمد فتحي وهاني سعيد لاعب النادي الاسماعيلي. نقلتين 3 مره ثانيه للنادي الاهلي اللي بيحاول يتواجد في وسط ملعب نادي غزل المحله، وبعد كده يبدا يدور على بناء الهجمات. لغايه دلوقتي كل التمريرات عرضيه دون جدوى حقيقيه،
وعلى الارض عطوه، دخل معاه محسن هنداوي. اي لاعب يا جماعه ناشئ، لاعب صغير بيلعب في نادي كبير، في اول لقاء بيبقى عليه ضغط وعبء نفسي كبير جدا، واللقاءات دي بتصنع نجوم كبيره. النهارده احمد عطوه اللي دفع بيه مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الاهلي في الجبهه الشمال، ياخد بقى ثقه اللقاءات. النادي الاهلي نهى البطوله الموسم الماضي في الاسبوع رقم 27، لو مشي بنفس المعدل ده 10 نقاط عن نادي بتروجيت حتى نهايه المسابقه يقدر ينهي في الاسبوع 27، يعني قبل نهايه البطوله ب3 اسابيع. انما لسه في حاجات كتير في الدوري، لسه في نتائج، في مفاجآت. طالما في كوره وفي وقت ما نقدرش نتكلم عن نتائج. تعبير اللقاء باين تماما على مانويل جوزيه وحسام البدري. مانويل جوزيه بيتم السنه دي 30 سنه في رحلته التدريبيه، بدأ التدريب سنه 78 مع نادي اسبينهو احد انديه الدرجه الثانيه البرتغاليه، يعني 30 سنه بالتمام والكمال لمانويل جوزيه مع التدريب في عالم كرة القدم. يعني لو لاعب عنده 30 سنة في الملعب، جوزيه بيدرب قبل ما الراجل دوت يتولد. رمي التماس للنادي الاهلي، احمد عطوة الجبهة الشمال اللي مركز عليها النهارده نادي غزل المحلة في انطلاقات محسن هنداوي، وايضا الجبهة العكسية عند محمد عبد الشافي. يعني محسن هنداوي النهارده محمد فايز هيقول له العب على الراجل ده، عارف ان هو هتبقى خبرته قليله نسبيا بلقاءات الدوري الممتاز، وفعلا محسن هنداوي بيتواجد كتير. شفنا معظم هجمات غزل المحله من الجبهه اليمين، انما حتى الان ما ظهرتش بالخطوره المطلوبه. ضربه حره غير مباشره لنادي غزل المحله مع الدقيقه 27 من احداث الشوط الاول، والتعادل السلبي يسيطر على اجواء اللقاء اللي بيستضيفه نادي غزل المحله على ملعبه ضمن لقاءات الاسبوع رقم 17. امير عبد الحميد هيوقف الحائط البشري. هنداوي رجله تقيله تتلعب مره واحده في المرمى. حمدي شعبان تعليمات للحائط البشري، بيقول لهم ما حدش يتحرك قبل الصافره ولازم تتلمس، عشان ادي لمسها عبد الشافي وعملها هنداوي، عايز يعملها بليسنج في المرمى انما بعيده قوي، وبيعتذر لزمايله اللي راحوا عشان ياخدوا العرضيه منه. كور الثابته ممكن تغير نتيجه اللقاء لو بتتنفذ بشكل تكتيكي عالي، بتتنفذ بشكل جيد، انما فضل هنداوي يلعبها بعد ما لمسها له عبد الشافي، طلعت بالشكل الوحش اللي احنا شفناه. لقاء متوسط فنيا، وحتى الان لم يرتقي لقاءات الدوري الممتاز للمنتخب القوي اللي شفناه في كاس الامم الافريقيه، وقلنا احنا الدوري الاقوى على مستوى افريقيا والوطن العربي. عايزين نشوف الكلام ده في الملعب يا رجاله. ضربه حره، حمدي شعبان هيدي دانيال انذار، الانذار الثاني لنادي غزل المحله. في احداث اللقاء دانيال انذار. وكان في انذار لمحمد بركات من النادي الاهلي. هنعرف الاحصائيات والارقام مع الكابتن هيثم فاروق سواء الانذارات. ضربه حره، عماد النحاس اماميه على طول عند فلافيو. ما زال الخط الامامي للنادي الاهلي بيبحث عن دور في لقاء اليوم، والخط الامامي مش هيظهر الا اذا خط وسط الملعب بدا يتحرك، بدا يعمل تمريرات طوليه وسط دفاعات نادي غزل المحله. حتى الان ما شفناش حاجه من الكلام ده. تمريره اماميه، شادي محمد يرد بضربه راس، انما موجود على الدكه بره اللعيبه اللي تقدر تغير من شكل اداء النادي الاهلي، على راسها طبعا محمد ابو تريكه. ولكن امتى التوقيت اللي يدفع بيه مانويل جوزيه والجهاز الفني؟ تمريره عرضيه عند احمد فتحي اللي التزم دلوقتي كجناح مدافع ناحيه اليمين، ومحمد بركات هو اللي دخل في وسط الملعب كبلاي ميكر. عماد متعب ينطلق، مش سايبه علي بسيوني، يقطعها بشكل حلو قوي. علي بسيوني واحد من اللعيبه اللي بتلعب بصفه دائمه في الخط الخلفي، ويمكن محمد فايز مثبت الثلاثه اللي ورا عماد عثمان، مرسي عبد اللطيف وعلي بسيوني طوال هذا الموسم. محمد بركات ينقل نفسه ويهرب من الرقابه. الجنب الشمال عايز يطلع له احمد عطوه ويستلم منه، يلعب لانيس بوكلبان، بيتحرك بركات. التحركات من غير كوره هي اللي ممكن تزيد من فعاليه النادي الاهلي في المنطقه الاماميه، انما نادي غزل المحله مقفل بشكل كويس على ال18، والنادي الاهلي ما زال يفتقد وسط الملعب اللي يقدر يحرك الفريق على المستوى الهجومي. دانيال يرجع لورا. محسن هنداوي عايز يطلع عبد الحميد شبانه بضربه راس، يرد دفاع النادي الاهلي.
يرجع لورا حسام عاشور، يستلم انيس بوجلبان، الاستلام مش مظبوط، يضغط عليه قريب منه نادر العشري، بيبص عند محمد عبد الشافي ويطلع عبد الشافي فعلا من لمسه واحده حلوه. البسيوني محمود الانطلاقه التسديده انما خارج المرمى. محمد عبد الشافي بقول لحضراتكم عنده القدرات الهجوميه انه يزيد، انه يسدد من داخل او خارج ال 18. عمل واحده حلوه قوي، وان تاتش او وان باس كده، 1 2 مع البسيوني محمود، واستلم ودخل ال 18. انما كان واقف عماد النحاس وقفل عليه الزاويه بشكل جيد. فرصه قريبه لنادي غزل المحله مع الدقيقه 30 من الشوط الاول. ركنيه من الهجمه الخطيره اللي عملها عبد الشافي والبسيوني محمود. يلعب على طول هنداوي، العرضيه خطيره بضربه راس، يطلع شادي محمد من على القايم القريب. انيس بوجلبان النادي الاهلي لو نقل الهجمه بسرعه، ادي 4 لعيبه من النادي الاهلي ولكن فقدوا الكره بشكل غد الشافي اللي كان رجع وعمل تغطيه في وسط الملعب. هيروح دلوقتي للطرف الشمال مكانه الطبيعي، انما الراجل رد فيه الكره اللي فاتت. ادي عبد الشافي اللي نقل نفسه من وسط الملعب وراح في مكانه عايز يلعب العرضيه، انما واقف شادي محمد ويطلع خارج الملعب. لقاء هجومي اكتر من نادي غزل المحله، عرضيه خطيره تعدي الناحيه الثانيه خالص. نادي المحله هو اللي بيظهر في وسط ملعب النادي الاهلي. النادي الاهلي مش قادر ينقل الكره من وسط ملعبه لوسط ملعب غزل المحله ويبدا جمل تكتيكيه هجوميه. والتشكيله اللي بدا بيها الاستوديو التحليلي قال لنا عليها قبل اللقاء ان النادي الاهلي توقع ان هو يظهر بالشكل اللي احنا شايفينه. الدقيقه 32 من احداث الشوط الاول. لقاء متوسط المستوى، غزل المحله يستضيف النادي الاهلي في واحده من لقاءات الاسبوع رقم 17 للدوري الممتاز المصري. خالد عيد المدرب العام مع محمد فايز بيكلموا طبيعي جدا، حق الجهاز الفني، كل واحد شايف حاجه تكتيكيه في الملعب بينقلها للمدير الفني، يا يقتنع بيها يا يرفضها. عبد الشافي انما الركنيه مش مظبوطه، تترد تاني. راجع عماد متعب يلعبها، عايزه تبقى لقدام شويه، لعبها لورا. انيس بوجلبان بيحاول فيها لسه وياخد رميه تماس نادي غزل المحله. النادي الاهلي بيفقد الكره بشكل غريب جدا، حتى الكره التمريرات ما فيهاش دقه. عماد متعب لعب الكره لورا، كان ممكن ينقل الهجمه. غزل المحله الاكثر سيطره واستحواذ في الشوط الاول، هو اللي متواجد في وسط ملعب النادي الاهلي. امير عبد الحميد تالق في كره في اول اللقاء، وباقي اللقاءات او باقي الهجمات مش بالخطوره الحقيقيه. علي بسيوني في وسط الملعب، ضربه مزدوجه بشكل حلو من عمرو رمضان. يرد تاني شادي محمد، افضل لاعبي النادي الاهلي في الخط الخلفي، وهو اللي بيروح يمكن لمعظم الكرات كده، بيشترك مع عبد الحميد شبانه ودانيال. محمد بركات يستلم بشكل حلو ويبدا الهجمه من تحت، توصل تاني عند احمد فتحي، اماميه عند عماد متعب، تمريره مش مظبوطه. البسيوني محمود ايضا من نادي غزل المحله استلم باستهتار، رجعت له تاني. نادر العشري نقلتين 3. عمرو رمضان التحضير، كرات عرضيه كتير. اماميه على طول عند دانيال، لعيب قوي بيقدر يستلم، يقدر يلف وسطه، لسه زمايله بعاد عنه، يرجع بيها لورا. الهنداوي اللي لسه جاي خالي من الرقابه تماما، يلعب العرضيه العكسيه انما تعدي الناحيه الثانيه خالص ويسيبها امير عبد الحميد، تبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. الشوط الثاني نتمنى ان هو يكون افضل من كده، نتمنى ال 12 13 دقيقه اللي باقيين في الشوط الاول نشوف ترجمه للاحمر النادي الاهلي او الازرق نادي غزل المحله. الاهداف يا جماعه هي المتعه، هي الاثاره، هي التشويق في كره القدم. لغايه دلوقتي كل اللي انا قلته ده غايب عن احداث اللقاء. ممكن يكون اللقاء سريع، في سرعه في الكوره، ولكن بنقول سرعه دون فاعليه. علي بسيوني بضربه راس يسيبها عماد النحاس، وسيبان عماد الكوره ده يدي حضراتكم ايحاء ان النادي الاهلي بيلعب متحفظ جدا. يعني لو هو عايز يبدا هجمه ممكن هو يستلم، ما يسيبهاش ترجع لامير ويبدا الهجمه ويعمل تمريره، انما هو بيهدي رتم اللقاء وايقاع اللعب، لان نادي غزل المحله هو اللي عنده الرغبه ان هو يسجل ويتقدم. النادي الاهلي حتى الان ما عملش ولا هجمه حقيقيه على مرمى ماسنجا حارس مرمى غزل المحله. اماميه بضربه راس هنداوي ياخد منها ضربه حره. عماد عثمان على مهله ومرسي عبد اللطيف سابها لمرسي، لعب لنادي حرس الحدود مرسي عبد اللطيف، انتقل لغزل المحله. بنقول اخر نادي لعب ليه اللاعبين اللي موجودين داخل المستطيل بسرعه. كل الجماهير دلوقتي عارفه كل اللعيبه في الدوري المصري،
كل ما الكره يبقى فيها انتصارات كل ما الجمهور يبقى عنده وعي. واقع على الارض عبد الحميد شبانه، هنشوف كده عبد الحميد هو اللي واقع في وسط الملعب. فعلا عبد الحميد شبانه طالع مع رامي عادل، ان شاء الله يقوم سليمه ما يكونش فيها اي حاجه. لغايه ما يقوم لعيب جسمه قليل انما شكله عنده مهارات، استلامه للكره بيبان يا جماعه من اول لمسه. ضربه حره على ميهوب اللي بيقوم النهارده بدور حسام البدري. كابتن حسام البدري كان عامل عمليه في ركبته، ان شاء الله يكتمل شفاعه على خير، انما موجود في دكه بدلاء النادي الاهلي على كرسي المدرب العام. احمد فتحي يستلم، جاي له محمد عبد الشافي يضغط عليه، وادي الضغط اللي بقول لحضراتكم. غزل المحله اول مره احمد فتحي يزيد يلعب عند فلافيو، انما طويله قوي عليه. زاد احمد فتحي، لو احمد فتحي بيزيد والجبهه اليمين للنادي الاهلي بيشتغل فيها فتحي وبركات بيميل عليه هتعمل شغل كويس قوي. انما الضغط اللي بيعمله غزل المحله بيوقف جناحين النادي الاهلي اللي على الاطراف، احمد فتحي وعطوه من الجبهه الشمال. محمد بركات بيقوم بدور البلاي ميكر لوحده في وسط الملعب. كان النادي الاهلي احيانا بيلعب باثنين في وسط الملعب عندهم القدرات الهجوميه، محمد بركات وابو تريكه. ابو تريكه النهارده على دكه البدلاء. عماد متعب بيحاول ياخد منها ضربه حره وهيدي انذار. عماد متعب لعيب دولي، لعيب كبير، يعني مفيش داعي، خلاص خد فاول لاعب نادي غزل المحله. انذار لعماد متعب، وكان خد انذار بركات من النادي الاهلي. كل ما اللعيبه يا جماعه يكبر كل ما ينضج، لازم برضه سلوكياته وثقافته داخل الملعب تكبر معاه عشان ما يكلفش فرقته ايقاف في لقاء مهم. عماد متعب انذار مع الدقيقه تقريبا 39 من احداث الشوط الاول، والنتيجه بيضاء دون اهداف. غزل المحله والنادي الاهلي على استاد المحله ضمن لقاءات الاسبوع رقم 17. لقاء متوسط فنيا في الشوط الاول، ما ظهرش النادي الاهلي بالشكل المطلوب او الشكل اللي يرضي طموحات جماهيره كمتصدر لمقدمه الجدول ويحافظ على فارق النقاط الكبير مع تاني البطوله النادي البترولي نادي بتروجيت. نادي غزل المحله صاحب المركز السابع و23 نقطه، بيقدم عرض حتى الان جيد على ملعبه وهو الاكثر سيطره في الشوط الاول. حسام عاشور لعماد متعب اللي خد الانذار، يرجع تاني لحسام عاشور. النادي الاهلي بيحاول يبني الهجمه، يلعب عند محمد بركات، ممكن يسدد، يلعب واحده حلوه جوه ال 18 انما بضربه راس فين؟ طلعها يمكن بشعر علي بسيوني ويطلعها قبل ما يروح يصطادها عماد متعب. هجمه للنادي الاهلي، وادي النادي الاهلي لما بدا يزيد في وسط ملعب غزل المحله بدات تظهر الخطوره من كره حسام عاشور اللي لعبها كره تشيت باص ساقطه جوه 18 غزل المحله، ياخد منها ركنيه، هي الركنيه الاولى للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. 3 ركنيات لنادي غزل المحله، وده يعكس ان نادي غزل المحله هو اللي كان بيهاجم. فتحي يلعب العرضيه انما يطلع بشكل كويس ويمسك ماسينجا. النهارده طلع على كورتين 3 مسكهم كرات عرضيه بشكل جيد. قلت لحضراتكم بدايته مع النادي المصري البورسعيدي، يعني خد خبره الدوري الممتاز مع النادي المصري وانتقل لغزل المحله. موجود واحد ايضا من الحراس اصحاب الخبره على دكه البدلاء النهارده لنادي غزل المحله، ناصر فاروق. نقلتين 3 مره ثانيه، يقطع عمرو رمضان، يرد عماد النحاس من النادي الاهلي في وسط الملعب. نادر العشري انما راجع انيس بوكلبان. محمد بركات والله هو اللي رجع وعمل الضغط وقطع. تمريره اماميه عند عماد متعب اللي بيضطر يسقط لتحت ويستلم انما تترد. لعب تعاوني بين لاعبي المحله غزل المحله والنادي الاهلي في الدقيقتين اللي فاتوا، واحده هنا وواحده هنا، ياخد منها ضربه حره النادي الاهلي. محمد بركات في وسط الملعب اللي بيقوم دلوقتي بالدور الهجومي للنادي الاهلي، ضغط عليه نادر العشري مش سايبه. رقم 26 من نادي غزل المحله، ضربه حره. اخر 5 دقائق من احداث الشوط الاول، هنشوف ممكن فرقه تنهي ال 45 دقيقه واحداث هذا الشوط بتقدم ولا ايه، ولا يكتفوا بالتعادل ونستنى 15 دقيقه كواليس 15 دقيقة للمدربين وغرفة خلع الملابس هيتقال فيها ايه. كل مدير فني هيغير من استراتيجية الأداء. عماد متعب ينطلق جوه ال 18،
يستلم، تروح الناحيه الثانيه، يا ولد يا فتحي، يا ولد يا ولد. واحده بقى على طريقه غانا كان عملها لنا في كوت ديفوار، وهو اللي فتح لنا طريق البطوله. تسديده شكلها حلوه من احمد فتحي. هي الشكل حلو، هي بعيده انما شكلها حلو. احمد فتحي بقول لحضراتكم لا دي حلوه وقريبه يا فتحي مش بعيده. تسديده للنادي الاهلي فيها الشراسه ورائحه الخطوره من مهاره فرديه، مهاره التسديد من احمد فتحي جناح النادي الاهلي في الجبهه اليمين. مع اخر 3 دقائق من احداث الشوط الاول النادي الاهلي بدا يظهر هجوميا مع نهايه هذا الشوط. رمي التماس احمد عطوه، يلعب رميه التماس على طول لامادو فلافيو، يضغط عليه محسن هنداوي، عبد الحميد شبانه. تماس تاني للنادي الاهلي. اللعب يمكن معظمه متركز في الجبهه الشمال في الشوط الاول. الجبهه الشمال للنادي الاهلي، انطلاقات محسن هنداوي من الجبهه اليمين لنادي المحله، وعلى فترات عند محمد عبد الشافي. النادي الاهلي بدا يتحرك اهو من ناحيه احمد فتحي ومحمد بركات، ياخدها محمد بركات حلوه قوي. العرضيه عماد متعب، انما لسه الحظ يا متعب اتعملت حلوه. بركات خلق هجمه من لا شيء ويعمل العرضيه. عماد متعب كان يا ولد يا بركات. بص يا جماعه المهاره، الراجل الكره دي كوره ميته قطعها بركات بوش رجله الخارجي. مفيش احلى من كده، كانت هتبقى حدوته حكايه يا متعب لو جت جون. هجمه للنادي الاهلي اخر 3 دقايق يا جماعه. النادي الاهلي راح مرتين 3 غير شكل اللقاء. احمد فتحي تسديده ثم عماد متعب، لو لف وسطه شويه. عماد متعب لعيب كبير وعامل شغل كبير انما لسه التوفيق غايب عنه. التحركات دي الاجهزه الفنيه عارفاها، عارفه ان في فيرود بيتحرك بيعمل شغل تكتيكي داخل الملعب، انما الغياب عن التهديف هو اللي بيبقى ناقصه. بس احمد فتحي قلت الجبهه اليمين لو اشتغلت في النادي الاهلي هتعمل خطوره. فعلا اتحرك بركات ومال على الجبهه اليمين. احمد فتحي بدا يتقدم ويزيد. شفنا الشكل اللي فات للنادي الاهلي. امير عبد الحميد اللي تالق في كورتين 3 مع الشوط الاول. ضربه حره، حمدي شعبان قريب على نادر العشري، بيبص ليه الحكم الرابع، هيبدا يشاور له على الوقت المحتسب بدل الضائع. الحكم الرابع هاني حميدو. نقرب من الدقيقه 44. ضربه حره للنادي الاهلي. امادو فلافيو على حدود ال 18 مره ثانيه، ياخد منها فاول بذكاء من مكان قريب جدا، مكان يقدر النادي الاهلي يترجم. وضربه حره للنادي الاهلي ياخدها انيس بوجلبان من على حدود ال 18. البسوني محمود ضغط وفعلا دايس على وش الرجل او وجه القدم زي ما بنقول، وضربه حره للنادي الاهلي. هنشوف النادي الاهلي هيستغل الضربه الثابته مع اخر دقيقه من احداث الشوط الاول، اللي بدا يعمل عمليه الزياده الهجوميه مع اخر 6-7 دقائق من احداث هذا الشوط. اخطاء 14 لغزل المحله، 11 النادي الاهلي، مع مخرجنا محمد نصر الدين ورئيس التحرير اشرف الشامي في لقاء اليوم. غزل المحله والنادي الاهلي، وواحده من اقصر الطرق لتسجيل الاهداف الضربات الحره سواء مواجهه المرمى او على الطرفين. عماد متعب واقف، والحائط البشري ماسينجا 2 4 6 7 لاعبين او 6 لاعبين. رامي عادل وعماد متعب واحمد فتحي. عماد متعب عنده الحرفنه انه يعملها من فوق الحائط، احمد فتحي عنده القوه في التسديد، ورامي عادل من اللي بيجيدوا التسديد ايضا، انما هنشوف مين اللي هينفذ. رامي عادل عملها، رامي عادل شكلها حلو انما فوق المرمى. رامي عادل هو اللي سدد خارج مرمى ماسينجا. الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل المهدر اللي مقدر بيه دقيقتين من حكم اللقاء حمدي شعبان. هنلعب للدقيقه 47. عشاق الساحره المستديره، متابعي قناه مودرن الرياضيه في كل مكان. تعادل ابيض سلبي بدون اهداف، واشاره حمدي شعبان بالدقيقتين واضحه لينا كلنا. الشوط الثاني نتمنى ان هو يرتقي فنيا للقاءات الاهلي وغزل المحله. النادي الاهلي بدا يفوق من حاله الغيبوبه الهجوميه مع اخر 10 دقائق او ربع ساعه من احداث هذا الشوط، وعمل هجمات عن طريق احمد فتحي ومحمد بركات.
ضربة حرة لم تستغل بالشكل المطلوب من رامي عادل، ورمي التماس هيلعبها احمد فتحي، الجبهة اليمين للنادي الاهلي، يروح له امادو فلافيو، يرجع بيها تاني لورا عند شادي محمد اللي زايد في وسط الملعب. وجماهير النادي الاهلي بدأت تنادي على فرقتها وتشد من ازرها في لقاء اليوم. 3-4 نقلات تحضير بكرات وتمريرات عرضيه في وسط الملعب، ياخدها عمرو رمضان من نادي غزل المحله، ضغط عليه محمد بركات اللي عمل مجهود كبير في الشوط الاول وهو اللي اتحرك على المستوى الهجومي، وبيرجع يساند مع زمايله دفاعيا. انيس بوجلبان وحسام عاشور هما الاثنين الديفندر اللي عملوا الشغل الدفاعي امام الخط الامامي او امام الخط الخلفي للنادي الاهلي. البسيوني محمود تمريره اماميه ياخدها شادي محمد قبل دانيال، ودانيال صافره نهايه الشوط الاول. البال لاعب الوسط وعماد متعب الفرود. هنشوف التشكيله احداث الشوط الثاني اللي بدا بيها النادي الاهلي ونادي غزل المحله. محمد ابو تريكه في اول ظهور ليه مع احداث الشوط الثاني، وضربه حره الدقيقه الاولى وتعادل سلبي بدون اهداف. التشكيله بسرعه مره ثانيه: امير عبد الحميد، عماد النحاس، رامي عادل، شادي محمد، احمد عطوه، محمد بركات، حسام عاشور، احمد فتحي، خرج انيس بوجلبان، خرج عماد متعب، فلافيو، نزل محمد ابو تريكه واحمد صديق. تشكيله غزل المحله: ماسنجا في حراسه المرمى، موسى عبد اللطيف، عماد عثمان، علي بسيوني. تمريره اماميه للنادي الاهلي: عماد عثمان، علي بسيوني، محمد عبد الشافي، عمرو رمضان، محسن هنداوي، نادر العشري، البسيوني، محمود عبد الحميد شبانه، ودانيال. محمد فايز المدير الفني لغزل المحله في اعتقادي بيحتفظ بالتشكيله اللي بدأ بيها احداث اللقاء. يلعب على طول ماسنجا اماميه. هنشوف مرحله الابتكار التكتيكي من اللاعبين داخل الملعب او الاثنين المديرين الفنيين من خارج الخطوط مع 45 دقيقه شوط ثاني لاحداث اللقاء اللي نتمنى ان هو يرتقي للقاءات النادي الاهلي ونادي غزل المحله خلال تاريخهم. اللقاء اللي بيحمل رقم 80 في مشوارهم في الدوري الممتاز المصري. تفوق للنادي الاهلي في 42 لقاء، 10 انتصارات فقط لا غير لغزل المحله خلال مشواره من موسم 56-57 اول ظهور ليه في الدوري الممتاز حتى موسم 2007-2008 امام النادي الاهلي. رمي التماس: احمد عطوه، يلعب على طول لحسام عاشور، لاحمد عطوه مره ثانيه بوش رجله الخارجي عايز يلعب عند امادو فلافيو. محمد ابو تريكه اللي هيبدا في وسط الملعب يقوم بدوره الهجومي ويبدا يشغل. هنشوف الخط الامامي اللي هيبقى موجود فيه امادو فلافيو، بكعب رجله حلو قوي عند احمد صديق اللي هيلعب في وسط الملعب وهيميل ناحيه احمد فتحي. ومحمد بركات هيبقى قاعده هجوميه مع محمد ابو تريكه، يعني النادي الاهلي هيلعب مثلث هجومي: محمد بركات، محمد ابو تريكه، امادو فلافيو، ويبدا يتحرك احمد صديق من الجبهه اليمين ويبقى احمد فتحي جناح مدافع في وسط الملعب. ده التوقع لسير اللقاء في الشوط الثاني، ولكن هنشوف تمريره اماميه انما في تسلل على المهاجم دانيال اللاعب الموزمبيقي لنادي غزل المحله اللي قلت لحضراتكم احد انتقالات يناير الشتويه. النادي الاهلي ضم محمود سمير من الترسانه، احمد فتحي اللي كان معار من النادي الاهلي الى نادي قزمه الكويتي مضى مع النادي الاهلي، ولكن كان الانتقالات او باب القيد في الاتحاد المصري خلاص اغلق في الدور الاول. فضل النادي الاهلي ان هو يعيره لنادي قزمه الكويتي ورجع للنادي الاهلي بعد كاس الامم الافريقيه. التسلل على امادو فلافيو الكره اللي فاتت وعمل عرضيه كانش فيها تسلل ولا حاجه، راح لها ماسنجا حارس المرمى. اول 4 دقائق من احداث الشوط الثاني، التعادل السلبي بدون اهداف، تبديلين للنادي الاهلي لتغيير استراتيجيه الاداء هجوميا. غزل المحله هيحاول يبدا الشوط الثاني زي ما بدا احداث اللقاء في الشوط الاول، وضربه حره يرفع المساعد الثاني محمد عبد العليم. بيقود اللقاء تحكيميا النهارده الدولي حمدي شعبان، خالد صبحي مساعد اول، ومحمد عبد العليم اللي رفع الرايه امام حضراتكم مساعد ثاني. امير عبد الحميد خارج من المرمى، شال واحده حلوه في الشوط الاول في اول 6-7 دقائق من عبد الحميد شبانه السنتر فيرود لنادي غزل المحله. تألق امير اماميه على طول، محسن هنداوي يستلم بشكل حلو، اتاخر في التمرير وضغط عليه احمد عطوه، ياخد منها ضربه حره. محسن هنداوي بدا يقابله من وسط ملعبه في الكره اللي فاتت. محسن هنداوي ما استناهوش احمد عطوه انه يوصل لخط المنتصف ويبدا يقابل،
ويروح واحد من لاعبي الوسط وسط ملعب النادي الاهلي. هيبدا يكون في احمد صديق ويتبادل الدور مع احمد فتحي، يعني واحد هيلعب جناح مدافع والتاني يكمل في وسط الملعب. محمد بركات ومحمد ابو تريكه اثنين قاعده هجوميه، حسام عاشور هو لاعب وسط الارتكاز، وامادو فلافيو فرود وحيد للنادي الاهلي. البسيوني محمود بيحاول يرجع، احمد عطوه ناشئ النادي الاهلي اللي بيدفع بيه النهارده مانويل جوزيه في اول ظهور ليه في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. كان موجود على دكه البدلاء في لقاء النادي المصري الاسبوع الماضي اللي النادي الاهلي قدر يفوز بهدف لمحمد بركات، تصدر بجدول البطوله 42 نقطه. تاني النادي غزل المحله، محاوله من نادر العشري، محمد عبد الشافي ياخد واحده حلوه قوي على وش رجله وعايز يلعبها من ورا شادي محمد عند دانيال، ودانيال ياخد منها رميه تماس. محمد عبد الشافي الجبهه الشمال المتحركه لغزل المحله في هذا اللقاء لنادر العشري، نقلتين توصل لعبد الحميد شبانه، فيها الخطوره التسديده انما واقف كويس عماد النحاس. يرد تاني محمد ابو تريكه ويرجع يعمل الزياده العدديه في الخط الخلفي للنادي الاهلي ويبدا يستلم، ياخد منها ضربه حره. بدايه نشيطه لغزل المحله مع اول 6 دقائق من الشوط الثاني. النادي الاهلي اللي هيحاول يتواجد هجوميا في باقي احداث اللقاء عشان يخف الضغط الهجومي عليه. الاهداف الضايعه او الشراسه الهجوميه مش موجوده حتى الان باستثناء كورتين في الشوط الاول لغزل المحله، والنادي الاهلي راح مرتين مع نهايه الشوط الاول. تترد تاني، محمد بركات بيحاول يدخل لجوه ويتحرك بوعي تكتيكي محسن هنداوي ويمرر واحده عرضيه ويكمل فيها اماميه الخط الخلفي علي بسيوني. علي بسيوني عند البسيوني محمود كابتن فريق غزل المحله. بيغيب النهارده احمد حسن هداف الفريق ب5 اهداف لنادي غزل المحله. ايضا بيغيب مجموعه كبيره من لاعبي النادي الاهلي سواء للاصابه او الايقاف، على راسهم الاثنين الفراوده اسامه حسني واحمد بلال، الاثنين الهدافين على فكره للنادي الاهلي امام غزل المحله خلال الالفيه الثالثه. هم اكثر 2 لعيبه سجلوا في زعيم الفلاحين من النادي الاهلي. اسامه حسني واحمد بلال مش موجودين النهارده في تشكيله النادي الاهلي للاصابه. نقلتين 3 في وسط الملعب مره ثانيه احمد فتحي اللي هيغير مكانه في الملعب تكتيكيا بعد ما كان بادئ جناح مدافع ناحيه اليمين. احمد صديق هو اللي هيبدا يميل الناحيه دي. التبديل اللي عمله محمد ابو تريكه، نقلتين 3 حلوين. الراجل ده هو اللي هيقدر يفك بقى الطلاسم الدفاعيه لنادي غزل المحله ويقدر يشد النادي الاهلي هجوميا في وسط ملعب الفريق الازرق. انما حتى الان لسه النادي الاهلي عماد النحاس خرج عماد متعب، 3 اهداف عماد متعب هذا الموسم وخد انذار في الشوط الاول. فضل ان هو يسحبه مانويل جوزيه لانه كان عصبي شويه مع نهايه الشوط، ممكن يرتكب اي مخالفه وياخد اصفر تاني وياخد كارت احمر بعد كده، تبقى مشكله للنادي الاهلي وتزود عليه صعوبه المهمه في لقاء اليوم. التعادل السلبي بدون اهداف، شادي محمد عبد الحميد شبانه اخر واحد. شادي مفيش داعي لتزويد الكوره لما تكون انت كاشف الخط الخلفي ليك او اخر لاعب في الملعب، لو اتضغط عليك واتقطعت تعمل مشكله. امادو فلافيو هيبدا ينزل لتحت ويستلم. محمد ابو تريكه وبركات ينطلقوا، انما محمد عبد الشافي هو اللي يقطع، هو اللي يزيد، ممكن يبص ويعمل العرضيه، دخل لجوه زودها، يعني اتفلسف فيها زياده عن اللازم. خدته الجلاله في الكره اللي فاتت، كان ممكن يعمل العرضيه من مره واحده انما يقطع النادي الاهلي. وضغط من غزل المحله، عبد الحميد شبانه بيميل في الجبهه الشمال عايز يعتمد على المهاره الفرديه ويدخل جوه ال 18، يطلع النادي الاهلي مره ثانيه اماميه، ممكن يكمل محمد بركات انما تبقى رمي التماس للنادي الاهلي. راح لها محمد بركات يلعب التماس على طول. بركات لعطوه دخل بيها لجوه، مقطوعه مره ثانيه. احمد فتحي راجع وبيرد يعمل المسانده الدفاعيه، هو اللي هيلعب ديفندر قدام الخط الخلفي للنادي الاهلي مع حسام عاشور. محسن هنداوي تمريره انما مقطوعه من عماد النحاس بخبره ووعي، يلعب لاحمد عطوه مره ثانيه جنبه على طول احمد فتحي. عند امادو فلافيو، نقلتين 3 حلوين للنادي الاهلي اللي بدا يتحرك دلوقتي من غير كوره لعيبته في وسط الملعب ويبداوا يزيدوا، انما لسه التمريرات مش متقنه مش مظبوطه. نادي غزل المحله بيضغط ويقطع ويبدا الهجمه من تحت عن طريق عمرو رمضان، عن طريق نادر العشري والطرفين هنداوي ومحمد عبد الشافي زي ما احنا شايفين. يعكس الملعب حلو قوي محسن هنداوي لمحمد عبد الشافي، عايز ياخد احمد صديق واحده ويروح بيه انما وقف له كويس احمد صديق. يرجع بيها تاني لشادي محمد، كان لعب في الشوط الثاني احمد صديق في لقاء النادي المصري على حساب اسلام الشاطر اللي بيغيب النهارده ايضا للاصابه، شهر تقريبا
مده علاج اسلام الشاطر اللي قررها طبيب الفريق ايهاب علي بعد الاصابه اللي جات له في لقاء النادي المصري. احمد صديق البديل في الشوط الثاني. ضربه حره ياخدها محمد بركات، ضغط عليه مش سايبه في اللعبه اللي فاتت. نادر العشري تتلعب على طول، محمد بركات يستلم، ممكن يلعب العرضيه انما تيجي في مرسي عبد اللطيف وياخد منها رمي التماس النادي الاهلي اللي شكله افضل في الشوط الثاني في وسط ملعب غزل المحله. لكن حتى الان الشراسه غايبه، لسه مفيش كره نزعق عليها على مرمى ماسينجا. يقطع تاني محسن هنداوي يسلم لنادر العشري اللي بينقل الكره وينظف المنطقه الاماميه. احمد صديق يستلم عند عماد النحاس، نقلتين ثلاثه مره ثانيه لاحمد فتحي. وسط ملعب النادي الاهلي دلوقتي فتحي وصديق ومحمد بركات، الاثنين الفراوده هيبقى ابو تريكه وفلافيو، انما الشكل قاعده هجوميه ابو تريكه وبركات وفلافيو فرود وحيد قدام. مقطوعه مره ثانيه لغزل المحله، المساحات الفاضيه في وسط الملعب. بسيوني محمود طالع جنبه نادر العشري يسيبها لمحسن هنداوي في الجبهه اليمين. محاولات ولكن دون جدوى حقيقيه من الفريقين. دانيال ما يقدرش يسيطر على الكره، تبقى رمي التماس للنادي الاهلي. حماس من الجماهير اللي موجوده هنا، ولكن لسه الحماس الهجومي من اللاعبين غائب. الاهداف هي اللي بتزود المتعه، هي اللي بتزود الاثاره. لقاء ضمن لقاءات الاسبوع رقم 17. البسيوني يستلم ويقف على الكره بشكل حلو ويفتح في الجبهه اليمين لمحسن هنداوي الجناح الطائر لغزل المحله، عايز يلعب العرضيه، فتحت منه قوي، تبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. بيقام اليوم 4 لقاءات اخرى، هيختتم الاسبوع غدا ان شاء الله ب3 لقاءات اقواها واكثرها جماهيريه الترسانه والاسماعيلي. الاسماعيلي اللي بدا يفوق ويدخل في المقدمه بعد فوزه على نادي الزمالك في الاسبوع الماضي بهدف نجم حسني عبد ربه، ترقيصه من احمد صديق وخدوا واحده عبد الحميد شبانه في اللعبه اللي فاتت، رايح له حمدي شعبان واحمد صديق لاعب النادي الاهلي لغايه ما يقوم صديق. اقول لحضراتكم لقاءات الاسبوع رقم 17. كان في لقاء ظهر اليوم اسمنت السويس والالومنيوم بنتابع نتيجته مع استاد مصر. لقاء غزل المحله والاهلي اللي بنتابعه سويا. الزمالك وبلديه المحله في القاهره ختام لقاءات اليوم. المقاولين والاتحاد المصري وطلائع الجيش نفس توقيتنا. بكره ان شاء الله الاتصالات يستضيف بتروجيت، الترسانه يستضيف الاسماعيلي، حرس الحدود يستضيف نادي انبي. دول ال8 لقاءات بالتمام والكمال لقاءات الاسبوع رقم 17. شادي محمد يلعب الضربه الحره اماميه، فلافيو بضربه راس يرد مره ثانيه مرسي عبد اللطيف الليبرو يكمل فيها اماميه علي بسيوني. كور طايشه في وسط الملعب، محمد عبد الشافي يلعب واحده اماميه انما في تسلل على دانيال. امير عبد الحميد كان خارج من المرمى يقوم بدور الليبرو ويعمل التغطيه الدفاعيه. عماد النحاس كان متاخر خطوتين ثلاثه انما امير حب ان هو يامن عشان دانيال كان فتح سبرنت، كان ممكن يوصل للكره قبل عماد النحاس. تمريره اماميه امادو فلافيو، علي بسيوني مش سايبه، كمل فيها عماد عثمان، تترد تاني محمد بركات، تمريره اماميه عايز يطلع احمد فتحي انما جامده شويه، كانت عايزه تبقى حنينه. اول 14 دقيقه من الشوط الثاني وما زال التعادل يخيم ويسيطر على اجواء اللقاء، تعادل ابيض بدون اهداف. غزل المحله والنادي الاهلي واحده من المواجهات القويه نظريا، ولكن حتى الان لم ترتقي هجوميا لطموحات الجماهير سواء اللي بتتابع اللقاء في الملعب او امام الشاشه. النادي الاهلي عنده مواجهه مع حرس الحدود الاسبوع القادم. غزل المحله عنده مواجهه مع طلائع الجيش، اثنين من المواجهات القويه ايضا للفريقين في مشوار بطوله الدوري العام اللي بتحمل رقم 51. يمكن نادي غزل المحله الموسم الماضي نهى الدور الاول في مركز افضل من هذا الموسم، نهى في المركز الرابع برصيد 26 نقطه. الموسم دوت نهى في المركز السابع 23 نقطه، ما زال في المركز السابع. البسيوني محمود في وسط الملعب عايز يطلع هنداوي انما احمد عطوه واقف كويس ويكمل فيها اماميه النادي الاهلي عن محمد بركات اللي بيميل ناحيه الشمال وبيحاول يفتح جبهه هجوميه للنادي الاهلي وسايب العمق لامادو فلافيو وابو تريكه المنطلق من الخلف.
هو ده التغيير او استراتيجيه اداء النادي الاهلي اللي غيرها في الشوط الثاني بعد ما سحب انيس بوجلبان من وسط الملعب ودفع باحمد صديق في الجبهه اليمين، ونقل احمد فتحي في وسط الملعب ايضا، ونزل ابو تريكه على حساب عماد متعب. نادي غزل المحله ما زال يحتفظ بالتشكيله اللي بدا بيها محمد فايز المدير الفني، بيأدوا اكيد بالشكل اللي طالب منهم. تمريره اماميه علي بسيوني العمق الدفاعي، انما يطلع بقلشه خارج الملعب، ضربه ركنيه للنادي الاهلي اللي بدا يظهر في وسط ملعب نادي غزل المحله بصوره اكبر من الشوط الاول بعد نزول محمد ابو تريكه وتغيير مراكز اللاعبين داخل المستطيل الاخضر. ضربه ركنيه والتغيير او التبديل الاول لنادي غزل المحله. عبد الرحيم طه رقم 15 اللي بيلعب فيه الجبهه الشمال، انما هنشوف مين اللي خرج، ما ظهرش قدامنا. الدقيقه 16 من احداث الشوط الاول، وتبديل اول لغزل المحله، تبديلين للنادي الاهلي. عبد الرحيم طه واحد من اللعيبه اللي بتجيد في الجبهه الشمال، المكان اللي بيلعب فيه محمد عبد الشافي، انما هنشوف هياخد واجبات دفاعيه ولا واجبات هجوميه من وسط الملعب يبدا يزيد. ماسينجا بيوقف زمايله جوه ال 18، وضربه ركنيه للنادي الاهلي. محمد بركات هو اللي هيلعب على القايم القريب، انما تعدي من عماد عثمان وامادو فلافيو، ترجع له تاني وضاغط نادي غزل المحله. محمد عبد الشافي موجود، عبد الشافي في الملعب، عماد عثمان هو اللي كمل فيه الكره اللي فاتت، رمي التماس. يضغط تاني البسيوني محمود عند عمرو رمضان، نقلتين ثلاثه للبسيوني محمود مره ثانيه. البسيوني عايز يعدي البسيوني، انما ياخد فاول غزل المحله وهيبدا انذار حمدي شعبان ولا ايه؟ ادى انذار فعلا في الكره اللي فاتت لعماد النحاس مدافع النادي الاهلي. انذار لعماد النحاس وضربه حره لنادي غزل المحله. الدقيقة 18 من أحداث الشوط الثاني، والتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء متوسط فنيا بين نادي غزل المحلة على ملعبه والنادي الأهلي. وعمل تبديل محمد فايز بنزول عبد الرحيم طه في اعتقاد ان هو سحب دانيال. هشوفه في الملعب الفيرود اللي موجود جنب عبد الحميد شبانه، وممكن يغير من استراتيجية أدائه. عبد الرحيم طه يلعب في وسط الملعب ويلعب بفيرود وحيد عبد الحميد شبانه. نسبة الاستحواذ في الشوط الثاني النادي الاهلي 52%، غزل المحله 48. كان نادي غزل المحله هو الاكثر سيطره في الشوط الاول، والنادي الاهلي بدا يزيد هجوميا مع نهايه الشوط من انطلاقات احمد فتحي ومحمد بركات اللي كان بيميل عليه في الجبهه اليمين، انما في الشوط الثاني بدا محمد بركات يميل في الجنب الشمال، والمثلث الهجومي بركات وابو تريكه وامادو فلافيو مع تغيير الواجبات هجوميا حسب مكان الكره. امير عبد الحميد بيوقف زمايله احمد فتحي، احمد صديق وحسام عاشور، الحائط البشري، وهنداوي هيلعب الضربه الحره. نقرب من الدقيقه 19، وادي بيشاور لمحمد فايز اشارات الكوره، بيقول له من مره واحده بوش رجلي، يعني بياخد طبعا عشان ما يعملهاش من مره واحده، وبعدين يقول له ما عملتش عرضيه. فعلا سدد من مره واحده، الاشاره باينه، وفايز قال له سدد يا هنداوي من مره واحده، انما التسديد مش مظبوط. في وسط الملعب عمرو رمضان يرجع لمرسي عبد اللطيف لعبد الرحيم طه اللي هيميل في الجبهه الشمال. عبد الرحيم البسيوني محمود، المثلث اللي هيعمله غزل المحله، البسيوني وعبد الشافي وعبد الرحيم طه، الثلاثه بيقدروا ان هم يزيدوا. امامنا على الشاشه عبد الرحيم طه، ايضا واحد من منتجات قطاع الناشئين في نادي غزل المحله. شادي محمد يلعب رميه التماس، يرد تاني عبد الرحيم طه، البسيوني محمود بيحاول، انما ياخد ضربه حره. يمكن محمد فايز ادرك كده ان النادي الاهلي هيغير من ادائه في الشوط الثاني وهيبدا يدفع باوراقه الهجوميه. محمد ابو تريكه موجود على الدكه، هم عارفين كده تماما. بدا هو هيلعب بفرود وحيد عبد الحميد شبانه، ويخرج دانيال وزود وسط ملعبه بعبد الرحيم طه عشان يعمل كثافه عدديه ويقفل على النادي الاهلي هجوميا بقدرات لاعبين جداد في الشوط الثاني. عبد الرحيم طه يحاول على مهله، رايح له احمد صديق، تمريره اماميه. شادي محمد عايز يقطع قبل البسيوني محمود. ادي محمد عبد الشافي اللي هيبدا دلوقتي يبقى جناح مهاجم في وسط الملعب
بعد ما كان موجود في الشوط الاول كجناح مدافع، وبيزيد هجوميا ايضا. طريقه 3-5-2 اكتر من طريقه، بتتغير 3-4 طرق حسب استراتيجيه الاداء دفاعيا او هجوميا للفريق، حسب قدرات الفرقه اللي قدامك. احمد عطوه مدافع النادي الاهلي يلعب ليه عماد النحاس. النادي الاهلي بيبحث عن هدف التقدم. غزل المحله يبحث عن عرض جيد امام جماهيره ضمن لقاءات الاسبوع ال17 مع متصدر البطوله النادي الاهلي اللي في مقدمه الجدول بفارق 10 نقاط عن اقرب منافسيه. ابو تريكه التمريره حلوه، محمد بركات ممكن العرضيه، انما قاطع مرسي عبد اللطيف. النادي الاهلي اول ما يشتغل ابو تريكه، اول ما يزيد بركات، تشعر بالخطوره، تشعر بالشراسه. دليل الركنيات اللي جات للنادي الاهلي في الشوط الثاني. في ركنيات يبقى في ضغط هجومي. ضربه ركنيه، ناسينجا حارس المرمى بيوقف زمايله، تلعب على طول في ال18 حلوه، انما بضربه راس عمرو رمضان يطلع بشكل جيد. عايز ياخدها احمد عطوه وهنداوي، لسه الحوار، لسه المشاكسه موجوده. ياخد احمد عطوه ضربه حره، وهيبدا يدفع محمد فايز مع الدقيقه 21 بباقي اوراقه. احمد الملا او احمد الملا، واحد من اللعيبه اللي عندها القدرات الهجوميه، هيبدا يدفع بفرود مره ثانيه. رقم 24 وائل بسيوني محمود هو اللي هيخرج، هيرجع تاني 2 فراوده، هيبقى عبد الحميد شبانه واحمد الملا هو اللي نازل. التبديل الثاني لنادي غزل المحله، كل فريق باقي له تبديل مع الدقايق اللي متبقيه من الشوط الثاني. عرضيه خطيره، زحمه، ممكن التسديده، انما احمد فتحي عايز ياخدها بشماله. شادي محمد بيقول له انا جنبك، انما ركنيه للنادي الاهلي. خطوره للنادي الاهلي مع منتصف الشوط الثاني بعد نزول محمد ابو تريكه واحمد صديق اللي لعب في الجبهه اليمين. احمد فتحي هيلعب الركنيه، سابها لابو تريكه، رقابه داخل ال18، يطلع عمرو رمضان اللاعب طويل القامه، هو اللي بيصطاد كل الكرات العاليه اللي بيلعبها النادي الاهلي جوه ال18 من الركنيات او الكور الاماميه. يطلع تاني بضربه راس مرسي عبد اللطيف، مرسي مقطوعه للنادي الاهلي. محمد بركات بيبص جوه ال18 عند امادو فلافيو، فعلا يلعب لفلافيو بضربه راس، انما طالع ماسينجا من المرمى ويمسك الكره قبل محمد ابو تريكه. وقع لاعب من غزل المحله على الارض، واللقاء اصبح رتم سريع في الشوط الثاني من النادي الاهلي. تواجد في وسط ملعب غزل المحله محمد ابو تريكه، نقل النادي الاهلي من استراتيجيه الاداء الدفاعي في الشوط الاول للتكتيك والابتكار الهجومي في الشوط الثاني. وعلى الارض عماد عثمان هو وعمرو رمضان لاعب الوسط، هم اللي بيطلعوا كل الكرات بضربات الراس. الاثنين من اللعيبه طوال القامه. عماد عثمان في الدور الاول خد كارت احمر على فكره، يعني في منتصف الشوط الثاني اللي كان بيقوده تحكيميا الحكم الدولي عصام عبد الفتاح. لقاء الدور الاول اللي انتهى بفوز النادي الاهلي 3-2، كان خد انذارين عماد عثمان واستبعد في الشوط الثاني من اللقاء، وكمل غزل المحله ب10 لاعبين. كان مصاب وواقع في الكره اللي فاتت، هيخرج يكمل علاجه ويرجع مره ثانيه. يرد ثاني النادي الاهلي، علي بسيوني يزيد تمريره اماميه، نقلتين 3 عند احمد الملا في وسط الملعب. الانطلاقه على طول عند عمرو رمضان. عمرو رمضان عايز يطلع عبد الرحيم طه في الجبهه الشمال، انما قاطع بشكل كويس احمد صديق اللي ملا الجبهه اليمين للنادي الاهلي دفاعيا مع نزوله مع الشوط الثاني. محمد عبد الشافي يستلم الورقه الهجوميه قدام عبد الرحيم طه، عرضيه خطيره، انما يطلع شادي محمد. شادي محمد عند محمد ابو تريكه. ابو تريكه بجوار خط التماس عايز ياخد ويروح بواحده مع علي بسيوني اللي نازل معاه لغايه وسط ملعب النادي الاهلي. احمد عطوه لعيب مهاري، لعيب جيد، ان شاء الله يكون واحد من لاعبي الجبهه الشمال اللي تفيد النادي الاهلي في الفترات القادمه، هو واي واحد ناشئ يدفع بيه الجهاز الفني سواء في غزل المحله او النادي الاهلي. ما عندناش فرق بين الانديه. علي بسيوني يستلم، علي بسيوني على مهله، تمريره اماميه، عايز ينطلق عبد الحميد شبانه، خرج البسيوني محمود لاعب الوسط اللي كان بيزيد مع الفراوده، وخرج دانيال تبديلين اللي عملهم محمد فايز، ودفع بعبد الرحيم طه واحمد الملا. رمي التماس
امادو فلافيو يلعب اماميه، مرسي عبد اللطيف عامل التغطيه الدفاعيه وقبل محمد ابو تريكه. انما طبعا لما تلعب بفرود وحيد بتقل الفعاليه الهجوميه، لازم 2 فراوده، وممكن تلعب بقاعده هجوميه 2 يبقى انت بتزيد ب4. النادي الاهلي دلوقتي بيلعب بقاعده 2 محمد ابو تريكه وبركات، فرود وحيد فلافيو. نادي غزل المحله بيقدر يقفل ويقدر يبني هجمته ويزيد في وسط ملعب النادي الاهلي ويخلصوا المواقف الهجوميه للنادي الاهلي والمواقف الدفاعيه لغزل المحله بشكل جيد. ضربه حره وهيدي انذار حمدي شعبان. وقع على الارض محمد ابو تريكه، ادى علي بسيوني. انذارات كتير في لقاء اليوم. علي بسيوني انذار، دخل جامد مع محمد ابو تريكه لاعب النادي الاهلي وهداف النادي الاهلي ب6 اهداف. كان ليه هدف مع النادي المصري في اول الموسم، يعني كان بيتكتب ان ابو تريكه 7 اهداف، انما الهدف الثاني اتكتب باسم مدافع النادي المصري محمد صديق. ابو تريكه 6 اهداف. ضربه حره للنادي الاهلي مره ثانيه عند رامي عادل اللي بيحاول يزيد من الناحيه الشمال، الجنب اللي بيلعب فيه احمد عطوه، يلعب واحده عرضيه عند امادو فلافيو انما مقطوعه مره ثانيه. مرسي عبد اللطيف على مهله. محسن هنداوي الجبهه اليمين لنادي غزل المحله اللي كانت نشيطه في الشوط الاول انما اختفت تماما في الشوط الثاني. ما زال اللعب ناحيه الشمال اللي بدا يلعب فيه عبد الرحيم طه ومحمد عبد الشافي دلوقتي، وكان بيميل عليه البسيوني محمود قبل ما يخرج. محمد فايز في المنطقه الفنيه بيكلم لاعيبته. الدقيقه 27 من احداث الشوط الثاني، ويمكن لقاء الدور الثاني في الموسم الماضي انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف هنا على ملعب غزل المحله. هل هيتكرر السيناريو ولا النادي الاهلي هيكون ليه راي اخر، ولا غزل المحله هيحاول يحقق انتصار على النادي الاهلي بعد 13 عام من اخر انتصار ليه بهدفين لعبد العظيم الشورى وخالد عيد، وهدف النادي الاهلي الكنعان عادل عبد الرحمن لاعب النادي الاهلي. ده اخر انتصار لغزل المحله على النادي الاهلي خلال تاريخ لقاءاتهم، بالتحديد كان عام 94. نادر العشري تمريره اماميه بينيه، مفيش تسلل. امير عبد الحميد انما فرصه وهدف ضايع. شبانه طلع امير في الوقت المناسب. لسه بنتكلم على الخطوره، لسه بنتكلم على اللي هيتقدم. اتعملت التمريره البينيه في وسط غفله كده من دفاع النادي الاهلي، انطلق عبد الحميد شبانه، عبقريه التواجد والانطلاق في المكان المناسب، انما النهايه ما كانتش مظبوطه. هجمه شرسه لنادي غزل المحله على مرمى امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي، ولكن طلوع امير في الوقت المناسب قفل المرمى تماما على عبد الحميد شبانه اللي سدد واحده في الشوط الاول حلوه، والخطوره طوال اللقاء عن طريق الفرود عبد الحميد شبانه. يعني الكرات اللي راحت خطيره على النادي الاهلي من خلال اقدام عبد الحميد شبانه اللي انطلق في الكره اللي فاتت. وادي عمرو رمضان اللي خد الفاول من حسام عاشور لاعب وسط النادي الاهلي. نقرب من الدقيقه 30، حماس في ملعب اللقاء وتعادل سلبي بدون اهداف هو النتيجه. المحله في المركز السابع 23 نقطه، النادي الاهلي متصدر البطوله 42 نقطه. جماهير النادي الاهلي اللي متواجده وتتمنى انها تشوف فريقها النهارده بيواصل مسلسل الانتصارات. نادي غزل المحله ما خسرش ولا مره على ملعبه في اللقاءات اللي لعبها هذا الموسم. يلعب على طول عبد الرحيم طه واحده جوه ال6 ياردة، انما امير عبد الحميد. يعني غزل المحله ده اللقاء الثامن هذا الموسم على ملعبه، فاز في 7 لقاءات، لعب 7 لقاءات قبل هذا اللقاء، فاز في 5 وتعادل في 2. يعني نادي غزل المحله لم يهزم على ملعبه في موسم 2007-2008. حسام عاشور ينطلق وضاغط عليه عبد الحميد شبانه اللي راجع يعمل المسانده الدفاعيه والزياده العدديه في وسط ملعبه. ادى فاول حمدي شعبان لحسام عاشور، فعلا فاول ضاغط وزائق باينه امام حضراتكم على الشاشه. الوقت المتبقي بنقرب من اخر ربع ساعه، الوقت اللي بيجي فيه جول وقت اللا عوده. ضربه راس على طول من عماد عثمان مدافع نادي غزل المحله اللي النهارده اصطاد كل الكرات العرضيه اللي بيعملها النادي الاهلي او الكرات الطوليه جوه ال 18. عماد عثمان رقم 8، وايضا عمرو رمضان لاعب الوسط اللي كان بيرجع في الركنيات. الاثنين اصحاب القامه الطويله في صفوف نادي المحله.
احمد عطوة ينطلق وضغط عليه هنداوي. هنداوي عند محمد عبد الشافي اللي دخل في قلب الملعب وياخد ضربة حرة. لعيب مهاري، القدرات الهجومية عنده عالية جدا. لعب لنادي انبي طوال مراحل الناشئين محمد عبد الشافي حتى الفريق الاول، وسابوه بدون مقابل لنادي غزل المحله، وتألق مع غزل المحله في الجبهه الشمال محمد عبد الشافي، وبقى واحد من اللاعبين اللي معروضين على الانديه الكبرى في الجبهه اليسرى. عمرو رمضان ينقل على طول لمحمد عبد الشافي اللي لسه بنتكلم عليه، الراجل بنشوفه في كل مكان في الملعب، وحطوا محمد فايز واستغلوا كده تكتيكيا في الشوط الثاني هجوميا. تفرق كتير لما يكون معاك لاعب عنده مرونه تكتيكيه تقدر تحركه في اكتر من مكان. امادو فلافيو، علي بسيوني ياخد علي بسيوني بذكاء ضربه حره، يلعب على طول عند محمد عبد الشافي. نادر العشري تمريره اماميه، عماد النحاس بضربه راس يرد. احمد فتحي النادي الاهلي مازال بعيد عن مستواه المعروف رغم البدايه النشيطه في الشوط الثاني. غزل المحله بيحاول. نادر العشري في وسط الملعب وضغط من حسام عاشور واحمد فتحي. مره ثانيه الكوره حسام عاشور ونادر العشري لاعب غزل المحله، انما الفاول كان من نصيب نادر العشري، وادى انذار للاعتراض حمدي شعبان لحسام عاشور. بشادي محمد كابتن فريق النادي الاهلي بيكلم حمدي شعبان، طبعا كلامه يدي مفيش اي مشكله، انما لازم اللعيبه تركز في الاداء في الملعب. هنداوي بيحاول يمرر، مقطوعه مره ثانيه عند احمد عطوة اللي ادى الواجب الدفاع النهارده ليه بشكل مقبول في اول مشاركه رسميه كلاعب اساسي في تيم النادي الاهلي. تتلعب العرضيه، يقطع رامي عادل بشكل كويس، لازم يخلص فعلا، يلعب اماميه. الاستلام من محمد بركات اللي بيتطرف في الجبهه الشمال، دخل لجوه وياخد فاول في زقه من نادر العشري لاعب الوسط المحوري لنادي غزل المحله اللي بيتحرك ويقابل لعيبه النادي الاهلي من دايره السنتر. تتلعب اماميه على طول، انما سهله في ايد ماسينجا حارس المرمى. اماميه على طول من ماسينجا، رامي عادل بضربه راس. محمد عبد الشافي يقطع وعايز يطلع عبد الرحيم طه، بيطلع عبد الرحيم طه اللي هيبص عند شبانه ويلعب العرضيه خطيره. العرضيه ضربه الراس من اللي زايد نادر العشري، لا والله احمد الملا هو اللي عملها بضربه راس وخطفها بجنب دماغه كده احمد، وعملها على شمال امير عبد الحميد، انما بعيده يرضى او يرضتين عن القائم الشمال لمرمى النادي الاهلي. هجمه منظمه، جمله تكتيكيه واضحه المعالم لنادي غزل المحله اللي هجماته شكلها اكثر تاثيرا على دفاعات النادي الاهلي. وهيبدا لعب محمود سمير، التبديل الثالث للنادي الاهلي، احد الوافدين الجدد على حساب احمد عطوة المدافع اللي كان بيلعب في الجبهه الشمال. محمود سمير بيلعب في وسط الملعب، وهنشوف مين اللي هيميل في الجبهه الشمال. نادي الاهلي الخط الخلفي رامي عادل، عماد النحاس، وشادي. ادي شادي قطع قبل احمد الملا، ضغط عليه احمد مش سايبه، شادي واحمد، يطلع شادي خارج الملعب. محمد فايز بيكلم لعيبته ان هم يزيدوا في وسط ملعب النادي الاهلي على حدود ال 18، شايف ان هو اللي زايد هجوميا، هو اللي بيشن هجمات على مرمى النادي الاهلي. محمد فايز امامنا مدير الفني لنادي غزل المحله. شبانه يعدي بسن الجزمه، الاستلام جوه ال 18، لسه الخطوره موجوده، انما يطلع على طول كثافه عدديه للنادي الاهلي داخل الستة ياردة، بتنتهي عند مرسي عبد اللطيف. عبد اللطيف لطه، نقلتين ثلاثه لغزل المحله. محمد عبد الشافي، لقاء سريع جوه الملعب، انما الاثاره على المرمى مش موجوده، في لعب، في تحركات، في نقلات، ولكن دون جدوى حقيقيه حتى الان، والنتيجه خير دليل على ذلك، تعادل سلبي بدون اهداف. مرسي عبد اللطيف، مرسي لعمرو رمضان، المحله نقلتين ثلاثه، انما يضغط محمد بركات، وضربه حره حمدي شعبان حكم اللقاء يديها لنادي غزل المحله على ميهوب المدرب المساعد للنادي الاهلي، مش عاجبه القرار. الكره مره ثانيه امام حضراتكم، عماد عثمان وضغط من محمد بركات وضربه حره، والاخطاء 25 غزل المحله 21 النادي الاهلي. حسام البدري
ومانويل جوزيه واحمد ناجي وفيدالجو مدرب اللياقه البدنيه مواطن مانويل جوزيه. مره تانية الاعاده من زاويه عشان توضح اللعبه. وعلى الارض عبد الحميد شبانه، ونزل الجهاز الطبي لنادي غزل المحله الدكتور مجدي وكوك. لعب متوقف تماما، قرب من الدقيقه 36 من احداث الشوط الثاني والتعادل السلبي بدون اهداف. الجهاز الفني للنادي الاهلي غير راضي عن اداء اللاعبين، مفيش شك النادي الاهلي اقل كتير. كل فرق الدوري ما زالت في حاله محمد عبد الشافي نادر العشري، تمريره اماميه، عماد النحاس بضربه راس يرد. احمد فتحي النادي الاهلي ما زال بعيد عن مستواه المعروف رغم البدايه النشيطه في الشوط الثاني. غزل المحله بيحاول، نادر العشري في وسط الملعب وضغط من حسام عاشور واحمد فتحي. مره ثانيه الكوره حسام عاشور ونادر العشري لاعب غزل المحله، انما الفاول كان من نصيب نادر العشري. وادى انذار للاعتراض حمدي شعبان لحسام عاشور. بشادي محمد كابتن فريق النادي الاهلي بيكلم حمدي شعبان، طبعا كلامه ودي مفيش اي مشكله، انما لازم اللعيبه تركز في الاداء في الملعب. هنداوي بيحاول يمرر، مقطوعه مره ثانيه عند احمد عطوه اللي ادى الواجب الدفاع النهارده ليه بشكل مقبول في اول مشاركه رسميه كلاعب اساسي في تيم النادي الاهلي. تتلعب العرضيه، يقطع رامي عادل بشكل كويس، لازم يخلص فعلا، يلعب اماميه. الاستلام من محمد بركات اللي بيتطرف في الجبهه الشمال، دخل لجوه وياخد فاول في زقه من نادر العشري لاعب الوسط المحوري لنادي غزل المحله اللي بيتحرك ويقابل لعيبه النادي الاهلي من دايره السنتر. تتلعب اماميه على طول، انما سهله في ايد ماسينجا حارس المرمى. اماميه على طول من ماسينجا، رامي عادل بضربه راس. محمد عبد الشافي يقطع وعايز يطلع عبد الرحيم طه، بيطلع عبد الرحيم طه اللي هيبص عنده شبانه ويلعب العرضيه خطيره. العرضيه ضربه الراس من اللي زايد نادر العشري، لا والله احمد الملا هو اللي عملها بضربه راس وخطفها بجنب دماغه كده احمد، وعملها على شمال امير عبد الحميد، انما بعيده يرضى او يرضتين عن القائم الشمال لمرمى النادي الاهلي. هجمه منظمه، جمله تكتيكيه واضحه المعالم لنادي غزل المحله اللي هجماته شكلها اكثر تاثيرا على دفاعات النادي الاهلي. وهيبدا لعب محمود سمير، التبديل الثالث للنادي الاهلي، احد الوافدين الجدد على حساب احمد عطوه المدافع اللي كان بيلعب في الجبهه الشمال. محمود سمير بيلعب في وسط الملعب، وهنشوف مين اللي هيميل في الجبهه الشمال. نادي الاهلي الخط الخلفي رامي عادل عماد النحاس وشادي. ادي شادي قطع قبل احمد الملا، ضغط عليه احمد مش سايبه، شادي واحمد يطلع شادي خارج الملعب. محمد فايز بيكلم لعيبته ان هم يزيدوا في وسط ملعب النادي الاهلي على حدود ال 18، شايف ان هو اللي زايد هجوميا، هو اللي بيشن هجمات على مرمى النادي الاهلي. محمد فايز امامنا مدير الفني لنادي غزل المحله. شبانه يعدي بسن الجزمه، الاستلام جوه ال 18، لسه الخطوره موجوده، انما يطلع على طول كثافه عدديه للنادي الاهلي داخل الستة ياردة، بتنتهي عند مرسي عبد اللطيف. عبد اللطيف لطه، نقلتين ثلاثه لغزل المحله. محمد عبد الشافي، لقاء سريع جوه الملعب، انما الاثاره على المرمى مش موجوده، في لعب، في تحركات، في نقلات، ولكن دون جدوى حقيقيه حتى الان، والنتيجه خير دليل على ذلك، تعادل سلبي بدون اهداف. مرسي عبد اللطيف، مرسي لعمرو رمضان، المحله نقلتين ثلاثه، انما يضغط محمد بركات، وضربه حره حمدي شعبان حكم اللقاء يديها لنادي غزل المحله على ميهوب المدرب المساعد للنادي الاهلي، مش عاجبه القرار. الكره مره ثانيه امام حضراتكم، عماد عثمان وضغط من محمد بركات وضربه حره، والاخطاء 25 غزل المحله 21 النادي الاهلي. حسام البدري
ومانويل جوزيه واحمد ناجي وفيدالجو مدرب اللياقه البدنيه مواطن مانويل جوزيه. مره ثانيه الاعاده من زاويه عشان توضح اللعبه. وعلى الارض عبد الحميد شبانه، ونزل الجهاز الطبي لنادي غزل المحله الدكتور مجدي وكوك. لعب متوقف تماما، قرب من الدقيقه 36 من احداث الشوط الثاني والتعادل السلبي بدون اهداف. الجهاز الفني للنادي الاهلي غير راضي عن اداء اللاعبين، مفيش شك النادي الاهلي اقل كتير. كل فرق الدوري ما زالت في حاله البيات الشتوي او حاله التوقف الطويل اكتر من شهرين اثناء كاس الامم الافريقيه، ويمكن ده هو المبرر الوحيد للاداء. انما النهارده غزل المحله ادى بشكل طيب امام النادي الاهلي النادي الكبير. لما يأدوا بشكل هجومي امام النادي الاهلي يبقى هم حققوا 70-80% من الفكر التكتيكي لمحمد فايز. انما لغايه دلوقتي ما فيش اللاعب اللي يخلص. النادي الاهلي بدأ بتشكيله دفاعيه اكتر منها هجوميه، وهي دي اللي سيطرت على اداء النادي الاهلي في الشوط الاول. بنزول محمد ابو تريكه في الشوط الثاني واحمد صديق بدأ النادي الاهلي يتحرك هجوميا ولكن على فترات متباعده. ادى ابو تريكه اللي لسه بنتكلم عليه هداف النادي الاهلي هذا الموسم، نقلتين ثلاثه حلوين من رامي عادل في الجبهه الشمال عند محمود سمير البديل اللي لسه نازل مكان احمد عطوه. سمير يرجع بيها لورا لحسام عاشور. النادي الاهلي عمل الثلاث تبديلات. احمد صديق لمحمد بركات اللي اتحرك في الجبهه الشمال اكتر من الجبهه اليمين في الشوط الثاني، انما المره دي موجود في الجبهه اليمين. نقلتين ثلاثه لابو تريكه على حدود ال 18. فلافيو ممكن يخلص، ياخد فاول حلو من مكان حلو لاماضو فلافيو. ضربه حره للنادي الاهلي خارج ال 18 اقل من ياردتين في مكان مؤثر وخطير، واحده من الاماكن المميزه داخل المستطيل الاخضر، اقصر الطرق لتسجيل وتغيير النتيجه. النادي الاهلي جاله كورتين ثلاثه في الشوط الاول، المحله جات لهم اكتر من كوره، انما الترجمه لغايه دلوقتي لسه مش موجوده. ماسينجا واخد القايم وهيبدا يوقف الحائط البشري. لازم حارس المرمى يوقف الحائط بشكل جيد، يمثل له اكتر من 50-60% من التصدي للكوره. الحائط لو واقف مش مظبوط تعمل له مشكله. شفنا جوان كتير بتيجي من الضربات الحره نتيجه الاخطاء في وقوف الحيطه او الحائط البشري. ضربه حره للنادي الاهلي، ومحمد ابو تريكه صاحب براءه الاختراع في تسديد الضربات الحره من المكان ده سواء لمنتخب مصر او النادي الاهلي. هنشوف هيلعبها ازاي، مفيش شك هو اللي هيلعبها. عماد النحاس واقف مع الحائط البشري يعمل لهم عمليه الملاكمه. حمدي شعبان بيحذر اللعيبه محدش يحتك بحد، محدش يتحرك قبل الكره ما تتلعب. وضربه حره للنادي الاهلي وكانها ضربه جزاء، انما ابو تريكه يلعبها في الحائط البشري تترد مره ثانيه ويكمل فيها عبد الرحيم طه. الوقت القاتل في احداث اللقاء اخر 7-8 دقائق من احداث الشوط الثاني. لقاء غزل المحله والنادي الاهلي ضمن لقاءات الاسبوع 17 خطيره. ماسينجا يطلع قبل ثلاثي النادي الاهلي اللي كان ضاغط في الكره اللي فاتت، كانت ممكن تعمل خطوره اللقطه اللي فاتت، ولكن ماسينجا طلع من المرمى بشكل جيد ونظف ورا الخط الخلفي، قام بدور الليبرو كما ينبغي. يرد تاني محمد ابو تريكه وياخد ضربه حره. النادي الاهلي بدأ ينشط هجوميا مع الدقائق الأخيرة زي ما عمل في سيناريو الشوط الأول، وكأنه تكتيك طالبه من اللاعبين مانويل جوزيه. أحمد صديق لابو تريكة عايز يعملها من لمسة واحدة، ترجع تاني لأحمد صديق اللي دخل في العمق، فاتح له محمود سمير، يلعب لسمير. شادي محمد جنبه المساحة فاضية، أماضو فلافيو لمحمود سمير، عايز يلعبها من مرة واحدة إنما تيجي في مرسى عبد اللطيف ويكمل فيها محمد عبد الشافي. رمي التماس للنادي الاهلي. عماد النحاس يلعب على طول لشادي محمد اللي بدأ يميل في الجبهة الشمال. شادي مع محمود سمير عايز يدخل لجوه ويقطم،
يلعب واحده اماميه، فلافيو انفراد ممكن العرضيه، انما اتصرف فيها بشكل مش كويس. فلافيو عدى، هو ما توقعش ان هو يكون لوحده وعملها من غير ما يبص، انما لو بص كان جاي ابو تريكه، كان جاي بركات، كان يقدر هو يلعب في الزاويه البعيده، انما عملها على المغمض بالشكل اللي احنا شفناه. هجمه مؤثره للنادي الاهلي مع اخر 5 دقائق، انما محمود سمير لمح كويس قوي وعمل له الكره الساقطه خلف المدافعين بشكل جيد، وياخد ضربه حره غزل المحله. لقاء سريع في الشوط الثاني، شده من شادي محمد مدافع النادي الاهلي لاحمد الملا مهاجم نادي غزل المحله اللي لعب في الشوط الثاني، وضربه حره. امير عبد الحميد بيوقف زمايله جوه ال 18 والحائط البشري. وقت الحساس، الوقت القاتل، وقت اللا رجعه اللا عوده، اللي يجيب جون صعب ان هو يتعوض، سواء الازرق غزل المحله او الاحمر النادي الاهلي. حائط البشري محمود سمير واحمد فتحي، تسديده قويه من محمد عبد الشافي، كمل فيها محمد رمضان بضربه راس، انما خارج الملعب. عمرو رمضان راجع امام حضراتكم، رقم 4 لاعب الوسط المدافع. تسديده قويه من هنداوي هو اللي سدد وكمل فيها عمرو رمضان، انما خارج الملعب. ضربه مرمى للنادي الاهلي. هنبدا في الدقيقه 42 من احداث الشوط الثاني، ولقاء غزل المحله اللي بيستضيف النادي الاهلي في واحده ضمن لقاءات الاسبوع رقم 17 من الدوري الممتاز المصري 2007-2008. تعادل سلبي بدون اهداف. 4 لقاءات اخرى تقام في نفس اليوم ضمن لقاءات الاسبوع. نادر العشري بيحاول، شادي محمد يقطع لعماد النحاس، نقلات خطيره في الخط الخلفي للنادي الاهلي. حسام عاشور يفتح في الجبهه الشمال لرامي عادل، رامي عند محمود سمير لرامي مره ثانيه. النادي الاهلي بيحتفظ بالكوره. عماد النحاس لسه بيدور، زمايله بعاد عنه. يلعب واحده اماميه عند فلافيو من لمسه واحده، عايز يلعب لمحمد بركات، انما يطلع دفاع نادي غزل المحله خارج الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. واخر تبديلات غزل المحله، احمد مجدي واحد من ناشئي غزل المحله، تغيير دفاعي لمحمد فايز مع الدقائق اللي فاضله مكان عبد الحميد شبانه اللي ادى النهارده دوره الهجومي وسط مدافعي النادي الاهلي، ولكن ما قدرش يترجم الكرات اللي جات له. تغيير لمحمد فايز يعيد به التوازن في الخط الخلفي ويزود لعيبه خط الوسط، ويسيب في العمق احمد الملا لوحده وسط مدافعي النادي الاهلي اللي عايز يلعب بضربه راس دلوقتي، انما تعدي لعماد النحاس. النحاس لشادي محمد، رامي عادل. النادي الاهلي لو انتهى اللقاء بالنتيجه دي يرفع رصيده ل 43 نقطه، المحله يبقى 24 نقطه. محسن هنداوي في الجبهه اليمين عايز يعدي، ضغط عليه رامي عادل ومحمود سمير، احتفظ بالكوره كتير انما يرجع بيها لورا. عمرو رمضان، احمد مجدي لعب اهو في وسط الملعب جنب نادر العشري، وخرج عبد الحميد شبانه. ضربه حره للنادي الاهلي. عمرو رمضان اللي ضغط فيه الكره اللي فاتت، وخارج امير عبد الحميد يلعب الضربه الحره. النادي الاهلي الاسبوع رقم 18، لقاء مع حرس الحدود في القاهره، غزل المحله مع طلائع الجيش. دي لقاءات الفريقين الاسبوع القادم. فلافيو، ولو انتهى اللقاء بالتعادل يبقى بيكرروا سيناريو الموسم الماضي 2006-2007. النادي الاهلي فاز في لقاء في الدور الاول ثم تعادل دون اهداف في الدور الثاني. ده موسم 2006-2007 الاهلي فاز 2 دون مقابل في القاهره، محمد ابو تريكه فلافيو. والدور الثاني كان اتعادل بدون اهداف في المحله. هذا الموسم 3-2 في القاهره، وحتى الان تعادل بدون اهداف. علي بسيوني يطلع تمريره اماميه مع الدقيقه الاخيره من احداث اللقاء، الوقت الاصلي، انما هنشوف حمدي شعبان هيدي كام دقيقه وقت محتسب بدل ضائع. احمد صديق ينطلق، يلعب حلوه في المساحه عند احمد فتحي اللي غاب نسبيا في الشوط الثاني، ويمكن تغيير مركزه اكتر من مره في طريقه اللعب اثر على ادائه. اللاعب لما بيحفظ ويلعب في مكان طوال احداث اللقاء بيقدر يجيد فيه، وقلنا اللعيب اللي عنده مرونه تكتيكيه
زي محمد عبد الشافي في نادي غزل المحله اللي حركوا محمد فايز في مكانين في الملعب سواء على المستوى الدفاعي او الهجومي. عرضيه خطيره للنادي الاهلي انما تعدي الناحيه الثانيه خالص. عبد الرحيم طه تيجي في احمد فتحي وهي خارجه ويرفع المساعد على طول خالد صبحي رمي التماس لنادي غزل المحله. 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، هنلعب للدقيقه 49 من احداث الشوط الثاني. وقت كبير على فكره يا جماعه، 4 دقائق 4 دقائق، ده ماتش تاني خصوصا في اللحظات الاخيره والحرجه. فرقتين متعادلين، اي فرقه تخلص هي اللي حلوه 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 العرضيه حلوه. ابو تريكه احلى انما مالكش حظ يا ابو تريكه. حلوه حلوه من ابو تريكه، خدها على الواقف جانبيه كده جميله. احمد صديق العرضيه وابو تريكه مفيش احلى من كده. انما هجمه للنادي الاهلي فيها الشراسه فيها الجمال فيها الحلاوه خارج الملعب. لو انا من اي حد هحسبها لك بنص جون يا ابو تريكه. محمد عبد الشافي، شادي محمد لمحمد عبد الشافي مره ثانيه، نقلتين 3 لغزل المحله في محاوله هجوميه انما في تسلل على احمد الملا. رافع ايده حمدي شعبان ورايه من محمد عبد العليم المساعد الثاني. الكره مره ثانيه لازم تيجي من اكتر من زاويه، مش من زاويه واحده نقدر نحكم عليها. حسام عاشور يلعب على طول عند محمود سمير، تسديده شكلها حلو. النادي الاهلي بقول لحضراتكم بينشط مع اخر دقايق من الشوط الثاني زي السيناريو الشوط الاول تماما اللي النادي المحله كان بيستحوذ في وسط الملعب، والنادي الاهلي بدا يفوق في اخر 10 دقائق او 12 دقيقه من احداث الشوط الاول. ايضا في الشوط الثاني النادي الاهلي بدا دلوقتي يبقى فيه خطوره على مرمى ماسينجا. علي بسيوني يلعب ضربه المرمى اماميه، محمد عبد الشافي بضربه راس يرد تاني عماد النحاس من النادي الاهلي ويكمل فيها عبد الرحيم طه خارج الملعب رمي التماس. الدقيقه الثانيه عشاق الساحره المستديره متابعي قناه مودرن الرياضيه في كل مكان. غزل المحله والنادي الاهلي نتيجه بيضاء بدون اهداف في لقاء الاسبوع رقم 17 بين الفريقين. فوز النادي الاهلي في الدور الاول، النادي الاهلي متصدر البطوله 42 نقطه. رامي عادل بيزيد، تمريره مش مظبوطه عند محمود سمير، يقطع وينطلق محسن هنداوي انما ياخدها حسام عاشور مره ثانيه لمحمود سمير. رامي عادل يلعب العرضيه حلوه انما في الوقت المناسب عماد عثمان واحد من نجوم الخط الخلفي النهارده. عماد عثمان في الكرات العرضيه والكرات الطوليه للنادي الاهلي ضربات الراس يعني اكتر من 90% اتعامل معاها بشكل جيد. انما جمله تكتيكيه للنادي الاهلي في خطوره في شراسه على مرمى ماسينجا. محمد بركات العرضيه مره ثانيه فلافيو هو الاول يا فلافيو. فلافيو غاب فلافيو واعلن عن هدفه الاول للنادي الاهلي. قلت وقت اللا عوده اللي يجيب جول مش هيرجع. 4 دقايق كتير. فلافيو 1 النادي الاهلي 1 والمحله لا شيء. انما الاخطاء يا جماعه بتيجي من كتر الضغط. النادي الاهلي ضغط، خبره ابو تريكه، انطلاقات بركات والعرضيات الخطيره من احمد صديق. هدف للنادي الاهلي مع الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضائع. وشك حلو يا امير. 1 للاهلي دون مقابل لغزل المحله اللي ادى بشكل جيد جدا في هذا اللقاء. ولكن خبره النادي الاهلي، خبره الفريق البطل اللي بياخد البطوله زي ما شفنا في الكره اللي فاتت. محمد بركات العرضيه اماضي فلافيو هدف للنادي الاهلي. 3 اهداف فلافيو هذا الموسم. ادي الكوره مره ثانيه وفي الزاويه الضيقه فين؟ من خرم ابره في الزاويه الضيقه لماسينجا حارس غزل المحله. 1 النادي الاهلي. الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدل الضائع والنادي الاهلي يقترب من الفوز ب3 نقاط بعد ما الجميع اعتقد ان الفريقين رضيوا بالتعادل. المحله ادى عرض جيد جدا في هذا اللقاء على ملعبه ولكن خبره لاعبي النادي الاهلي وتغييرات الشوط الثاني طبعا اللي لازم نتكلم عليها طالما النادي الاهلي كسب اللقاء او حتى الان النادي الاهلي متقدم بهدف لفلافيو مع الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدل الضائع. اكيد انها غيرت استراتيجيه اداء النادي الاهلي وصدرت نهايه اللقاء بفوز النادي الاهلي بهدف مع الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدل الضائع. عشاق الساحره المستديره متابعي قناه مودرن الرياضيه في كل مكان، مبروك النادي الاهلي 3 نقاط وصوله للنقطه 45. توقف رصيد نادي المحله عند النقطه 23. سعدت بكم، تحياتي المعلق الرياضي محمد عفيفي والى اللقاء في مباريات اخرى وبعد ذلك التحليل مع استاد مصر.